في العالم ده في حاجة اسمها السيوف العقلية، ودي سيوف بتعيش جوه قلب البني آدم، والناس اللي بيقدروا يمتلكوا سيوف عقلية بيبقى اسمهم في البلاد المحاربين. ودلوقتي في حرب غشيمة دايرة ومقومة الدنيا بين البشر والشياطين، فيا ترى بقى مين هينتصر في المعركة ديت؟ وهل هيتمكن بطلنا من استدعاء السيف الذهبي بتاعه؟ ويا ترى قوته هتكون عاملة ازاي؟ ده اللي هنعرفه يا أصدقائي في حكاية النهاردة. فعلشان كده البس سماعاتك الجميلة وجهز فشارك ومسلياتك اللذيذة، وتعالوا بينا نبدأ في سرد تلك الحكاية. والكلام بيبدأ وبيرص إن السيف ممكن يكون حامي وحاد، بس ممكن برضه يكون بارد ومالوش لازمة، ممكن يحمي ويصون وممكن يعور ويأذي الناس، لكن جوه قلب البني آدم بيبقى عايش سيف. وبنشوف محارب نازل طحن في جيش الشياطين، وفي شيطان زعق وقال له يعني انت بقى محارب السيف العقلية، موت يا ابن البشر. المحارب جهز جسمه وصد الضربة، وبحركة واحدة خفيفة قطع الشيطان حتت صغيرة. الشيطان بذاته ما كانش عارف ايه المصيبة اللي حلت على عيشته ديت، والمحارب اتدور بقى جاهز يخلص على بقية الشياطين. كل المعمعة دي كان واقف بيتفرج عليها طفل صغير وعينه مبرقة ومبهور من شطارة المحاربة. بس بعد سنة كاملة من الكلام ده بنروح لأطراف المملكة في حتة قرية صغيرة، والمحارب بتاع زمان طلع هو كمان هناك واسمه المحارب هاكي، وجي لقرية لأنه جاله خبر إن في محارب جديد للسيف العقلي ظهر وبان في المكان. واستقبله راجل عجوز وقال له بالأصول إنها مرت سنة طويلة بجد، وهاكي فهمه إن هم على حدود المملكة وإنه اضطر يرجع بجلده على أوامر الملك بذاته. والعجوز قال له احنا خلاص وصلنا لمكان محارب السيف العقلية، وهنا بنتعرف على البطل بتاعنا واللي اسمه اليوم. الواد وقف وعرف نفسه وطلب من المحارب يطلع سيفه لأنه جاي علشان يشوف الحكاية ويتأكد من الإشاعات اللي دايرة في البلد. بطلنا قال له دي شغلانة سهلة ومضمونة، وطلع سيفه العقلي في ساعتها. الفرسان اللي واقفين اتنصبوا واستعجبوا، بس بطلنا كان دماغه بيفكر في حاجة تانية خالص، لأنه لقى نفسه قدام المحارب الحقيقي اللي بيعشقه، وبقى كل مراده انه يكون زيه لانه معجب بيه جدا. هو قال ان هو محتاج قلم علشان يخليه يمضي له. هاكي سكت وعينيه برقت وبص لبطلنا بالتتنيح وقال هو ده بجد السيف بتاعك؟ واصل الحكايه ان السيف العقلي بتاع الولد اتقلب وبقى على هيئه قلم، وبطلنا زعل والدموع نزلت على عينه. بس هاكي رص عليه الكلام وقال له السيف ده مضروب ومالوش لازمه، ده خيبه جدا. وفشل تاني يضيف تسجيل، لان السيف العقلي عباره عن سلاح بيتولد ويصحى من مشاعر القلب، ومعاه قوه خصوصيه، ويا دوب الناس قليله اللي هم بيقدروا يظهروها، والناس دولت هم اللي اسمهم المحاربين. هاكي كمل كلامه وقال له ده سيف عقلي خايب ومستواه قليل جدا، فيها امل وموهبه بس لسه مضروبه، ده يا دوب بيبقى نفسه في حاجه والرغبه دي بتتحول على طول وتاخد شكل الحاجه، وانت عارف الكلام ده بالمظبوط يا شيخ البلد. العجوز قال له انا عارف جدا، بس حتى في الخطوه دي الناس اللي بيوصلوا لاظهار السيوف قليلين، وبطلنا خسر ابوه وامه بسبب الشياطين وهو لسه صغير، ومحارب انقذ جثته، ومن يومها وهو بيحلم يكون محاربه. وعلشان يعمل كده ويظهر سيفه العقلي قضى ليالي كامله بيبص للسيف ويجعر في وشه، ده حتى كان بيشتم ريحته ويحاول يسمعه صوته. وهاكي قال لرئيس البلد الاجدع توقفه وتمنعه من الهري ده كله. المذيع بيدخل بالصوت ويقول اللقطه ديت بتفكرني بعمل تاني بس مش جاي على دماغي دلوقتي، واللي فاكره يكتب في التعليقات بسرعه. الرئيس قال لهاكي لو الحكايه فيها كذب انا هشيل الذنب والعقاب بالكامل لاني نشرت كلام على الفاضي، بس ابوس ايدك تديله فرصه وتجرب الولد. هاكي فضل يبص لبطلنا بالسكاتة، وبعدها خط برجليه وقال له انا عندي كلمتين عاوز اقولهم لك. بطلنا ساله بفرح انت هتعلمني ازاي اكون محارب؟ بس هاكي صدمه وقال له لا انت مستحيل تكون محارب، واخلص وارفع ايدك عن الحلم ده خالص لان مفيش امل فيك. الاتنين وقفوا بيبصوا لبعض. الفرسان قعدوا يقولوا لهاكي ان هو قلبه قاسي وما عندوش اي دم، ده يا دوب واصل لسه لخطوه اظهار السيف من العقل، وده دليل على انه هو عنده موهبه وتكفيه. بس هو رد عليهم وقال لهم احنا جايين علشان لقطه محارب جامده، مش واحد يدوب معاه امل وموهبه. هو زياده على كل ده انا مش شايف ان الموهبه لوحدها كفايه علشان الواحد ينجد ويعيش بروحه في الدنيا ديت. والفرسان اتقدموا وقالوا فهمنا كلامك. هاكي قال لهم ما دامتم فهمتم يبقى كفايه كده. بس رجعوا ندهوا على هاكي وقالوا له الولد ده مش حكايه موهبه بس، ده بيبان عليه معاه عافيه ودماغ ناشفه ومش بيتردد في اي حاجه. واصل الحكايه ان بطلنا كان لسه ماشي وراهم وبيتتبع خطواتهم. هاكي بص عليه وقال لهم مش هيقطع سكه طويله ويسيبكم منه وامشوا في طريقكم. المسكين بطلنا فضل ماشي ورا هاكي وهما بيحاربوا في وسط الشياطين. ومرت الايام والسنون وقال المفروض المطرح ده ما يكونش فيه شياطين خالص. الفرسان فهموه وقالوا له دول باين عليهم ناس غلبه ونازحين وبيهربوا من ويلات الحرب، ورسد بيهم السكه في حته قريه للبشر. هاكي قال انا فهمت الحكايه. وبطلنا قال في باله الحمد لله لان فكرت نفسي هحارب من تانية، انا عارف ان في شياطين طيبين وفي حالهم. والولد
الولد اللي واقف هناك ده يمكن يكون في سني. المحاربة لسه مستحيلة وصعبة على جثتي لاني مش عارف ارسم شكل السيف في دماغي، ولازم ولابد اظهر سيف العقل بسرعة. بس فجأة بطلنا جثته اتنصبت في مكانها وعينه برقت لانه لقى هاكي، ونده وسحب سيفه العقلي وبتكة واحدة طير رقبة الشيطان ده من قدام وجهه. بطلنا ركب الرعب والخوف بان من المنظر اللي قدامه. الشياطين الطيبين اتعدموا وطارت رقبتهم على ايد محاربة، وكل ده حصل قدام عين الولد الصغيرة. بطلنا ما كانش قادر يحرك رجليه من مطرحها، وهاكي قال له انت شفت بعينك اهوت، انا قلت لك يا ولد انت مستحيل تنفع تكون محارب لان ديت عيشه صعبه جدا، احنا مش بنحمي الغلابه والضعفاء، احنا آلات بتموت وبتقتل، بنخلص على الارواح علشان مصلحه وحاجه تطلع لنا. التالين قتلة ليهم هيبه بسبب السياسات والمصالح، وقوه السيف العقلي مربوطه بالكامل بدماغ وعقل صاحبها. وعلى سبيل المثال سيفي ده اسمه سيف الكراهيه، سيف بيصحى ويظهر من كتر الغل والكره للعدو، وكل ما الكره ده بيزيد في القلب كل ما القوه اللي بتطلع منه بتكون جباره. بس لو عملت حاجه عكس الرغبه دي القوه بتدوب وبتروح في ثانيه. والسبب اللي خلاني اموتهم دلوقتي حاجه خصوصيه ومصلحه نفسيه، ده حتى انقاذي لجثتك من سنه كان مجرد صدفه ركبت معايا ومش اكتر. فقول لي يا ولد بعد كل اللي عينك شافته لسه في قلبك رغبه تكون محارب؟ بس بطلنا ما كانش واقف في مكانه خالص، ده جرى وهو مرعوب ودماغه طايره من الخوف. وهاكي سال الفرسان هم دفنوا الجثث ولا لا، بس طلع له صوت غريب وقال له لا ما حدش دفن حاجه. وهاكي اتدور يلمح ولقى تنفار مجهول ماسك في ايده. رهبان الفرسان بتوع هاكي والدم بيسيل منهم، وقال له انا بالعكس بكوم الجثث فوق بعضها. وده طلع المحارب الهائج جوكر. والمزوع بيقول انا شايف ان الاسم ده فيه قله اصول بالنسبه لجوكر، بس مش مشكله ولازم امشي مع القصه واقول ان هو الجوكر. وجوكر قال لهاكي انت ما فكرتش الملك ليه بعت الجثث ديت للمكان وهو مكان مقطوع وبعيد بالشكل ده؟ لان الهبه والكلمه بتاعتك كبرت وزادت عن الحد والناس اللي فوق ركبهم الرعب. بس الحوار ده مالوش لازمه معايا، انا هستغل الفرصه ديت علشان احارب جثتك واخلص عليك. المحارب المجنون صاحب القلب الهائج بعينه وبس خد عندك. طلع معاه محاربين كمان، محارب الطمع صاحب السيف الذهبيه مفيش في قلبه مشاعر، لو ما خلصتش عليك وموتك مش هاخد الفلوس اللي مستنياني. محارب الذهب ميداسا ومعاهم محارب الشهوه ايسارا صاحب القلب الشهواني وسيف الرغبه. هاكي قال انتم حبه ناس زباله ومالكمش قيمه وبتقولوا على نفسكم محاربين، كلكم معفنين ومن جوه مفيش ليكم اصلا. وكلهم طاروا بالغشوميه علشان يخلصوا على عيشه هاكي، وهو كمان كان جاهز يطير رقبتهم بالكامل. بس بنرجع تاني لعند بطلنا ساعتها، هو الواد كان بيفكر ويقول من امتى وبقى عندي حلم، انا كان نفسي اكون صياد سمكه، كان نفسي اكون خباز، كان نفسي اكون فلاحه. هم بيكذبوا، حلم قايم ما كانش انه يكون صياد سمكه، قايم بيعشق البحر بعينيه وبيحلم يكون صياد لانه عاوز يسوق مركب خصوصي بتاعه. والبت ما بقاش حلمها تكون خبازه، هي بالحق بتعيش العيشه وبس وعاوزه تاكل العيش ده. وحلم باغو ما كانش فلاحه، هو يا دوب عاوز يملى بطن اخواته الصغيرين. فالحكايه طلعت كده بالنسبه لجثتي، كله كان مجرد حلم من وقت الحرب. وبنشوف المعمعه والطحن بين جوكر وهاكي. جوكر قال ديت اخرتك وموتك هنا، بس هاكي بعينه برقت واتفاجئ لان بطلنا الزهر وفاق من فوقهم ومعاه سيفه عامل بيه حته درع وصد الضربه، وحصلت خبطه وضجه جباره في المكان. المحاربين الثلاثه تاهت منهم خطوات هاكي، والاثنين قعدوا يغلطوا في جوكر لانه دخل يحارب بطوله من غيرهم. بس هاكي كان باله ودماغه مشغول بحاجه تانية خالص، لان بطلنا كان خلاص بيطلع منه روحه. وقال يعني هو ده السيف بتاعك يا ولد؟ انت كنت عاوز تجندني وتحميني بحته سيف مضروب وخايب زي ده؟ التعويره دي كانت غشيمه واصله لحدها جوه بطلنا، ولو ما لحقوش جثته بالعلاج هيموت. بس انت ليه عملت كده وكنت عاوز تحميني؟ سيفك دلوقتي اتدجج واتكسر خلاص. بس بطلنا قال له بالتعب ان حلمي احمي وانجد كل الناس، انا مش يا دوب نفسي اكون محاربه، انا نفسي احمي الكل، عاوز احمي كل الناس في الدنيا ديت. والمذيع بيفكرنا بكلام رئيس البلد لما قال لهاكي ابوس ايدك اديله فرصه لانه مش هيعرف يدور ايده عن حلمه. والواد ده خسر ابوه وامه واصحابه بسبب قسوه الدنيا، عيل يصعب على الكافر. بس انا افضل انه يعيش ويجند روحه بدل ما يموت وهو بيجري ورا الاحلام. فالولد ده حتى عيشته الطفوليه ما شافهاش، وانا ما قدرتش وزنه بالصح بالرغم من انه كان محارب حقيقي بالفعل. هاكي بدا يشغل ويطلع قوه غريبه، وظهر من وراء 2 من الوحوش على هيئه خيال وعفاريت، وقال له ده سيف الكراهيه، وبالسيف ده ينفع اتحكم بارواح الناس اللي ماتت وطارت رقبتهم بسببيه، والارواح دي هتاخد جثتك وتوديك لمطرح امن بالسلامه. وبطلنا ساله انت بتعمل كده ليه؟ لان هو كمان يحس وعرف باللقطه ديت من شويه. هاكي قال له حصل، وما دام استخدمت قوتي بره بعيد عن سيف الكراهيه السيف العقلي بتاعي هيغور ويموت هو كمان. ما تبصش عليا بالشفقه والدموع، لان الحكايه دي كانت هتحصل وما فيهاش كلام. الدنيا بردت وما فيهاش
ملهاش سفر سحريه ولا حكاوي ولا قصص للعيال الصغيرين، واي تنفار يقف في طريقي هو عدوي. وما في الصاحب يستاهل ارمي جثتي في النار علشانه. الشيء الوحيد اللي كنت بامان وبثق فيه هو سيف العقليه، ديت هي عشت اللي كنت عايشها. فعلشان كده يا واد يا صغير اتمنى من قلبي تحقق احلامك وتحاول تكسر القسوه ديت وتعديها. المحاربين في الاخر لقوا وصلوا لمطرح حكيه، بس جثتهم اتنصبت من الرعب من شكل السيف اللي عينيهم شافته. وميداس قال انا مش فاهم الحكايه بالظبط، بس الباين انها فرصه تبقى علشان نخلص عليك. جوكر قال ده بقى خيبه وحيلته اتهدد وما بقاش ليه لازمه وعادي دلوقتي نقتله. بس هاكي قال له في نسمه وعافيه جديده بتبدا وتصحى في البلاد، وبالرغم من كده الدماغ الناشفه بتاعه جوكر عمره في حياته ما هتتغير. وجوكر قال لميداس ابعدي من قدامي. هاكي كان عارف بالمظبوط انه لسه جديد واخد وضعيه المحاربه، وجوكر طار ودخل عليه على طول. ومن امتى وبقيت ابص للدنيا بالمنظر ده، ومن امتى وقلبي بقى ناشف وقاسي بالشكل ده. وبحركه واحده طارت رقبه هاكي على ايد جوكر. وفي نفس الوقت في مطرح تاني وسط الغابه بنت صغيره كانت بتودع امها ورايحه تشتري مصالح من السوق، بس لقى بطلنا وهو بيجري. الخيال والوحوش الصغيره كانت عمال يدوب تغور من الدنيا، والبنت قعدت تفتح في صوتها وتجعل امها علشان تلحقها على طول، وبتقول لها اطلعي يا امي في واد متعور وجثته غرقانه في الدم والوضع عنده صعب جدا. وبطلنا كان بالملي بيودع ويموت، وقال في دماغه يعني انا خلاص هموت بالمنظر ده، الحكايه هتخلص كده بالحق ومش هقدر احقق حلمي خالص. لكن لا مستحيل، لازم اتحرك دلوقتي بالسرعه، لازم اظهر سيف العقليه. السيف ممكن يكون حامي وحد، بس ممكن برضه يكون بارد ومالوش لازمه، بيحمي ويصون بس بيعور ويجرح برضه. واخيرا وبطول الروح بطلنا قدر ينده ويظهر سيفه العقليه. واللقطه الاهم من كل ده ان الولد رسم وعمل عقيده لنفسه ودماغه بالمظبوطه. وفي نفس الوقت ده في مكان تاني بعيد وسط الغابه لقطوا المحارب هاكي ميت وجثته مرميه على الارض. وفجاه في حته تانيه من الغابه بيشحت الروح من واحد حرامي وقال له ابوس ايدك انا اديتك كل اللي معايا في جيبي. وكانوا 3 من قطاع الطريق والحراميه. الحرامي زعق وقال له الكلام ده ما يمشيش معايا، بس فجاه ظهر وبان في المكان بطلنا بجثته وزعق في الحرامي وقال له انت ازاي تجيلك الجرأه تاذي الغلبان والناس ديت. الحرامي استعجب وقال في دماغه المصيبه والولد ده طلع لنا منين، وقال له اغسل وشك وامشي بره من هنا، وجي يضربه بالقلم على وشه. بس بطلنا فطن الحركه ديت وزخ عنها وزق جثته وصد الضربه وطلع سيف العقل بتاعه. الحراميه عينهم برقت واستعجبهم ان حته عيل صغير معاه سيف عقلي كده. والحرامي التاني جهز نفسه علشان يضرب بطلنا، بس الصدمه ان سيف بطلنا العقلي ما اثرش في جثه الحراميه، السيف يا دوب رد وارتد لورا. وبطلنا واقف متنح ومش فاهم حاجه. الحرامي بذاته استعجب، وبالحركه دي الحرامي قفش بطلنا وكتفه. بس قبل كل الهيصه دي بنص ساعه كامله وفي البيت اللي كان بطلنا بيتعافى فيه في حد ساله وقال له انت بجد هتمشي وتقطع سكه وتسافر دلوقتي؟ بطلنا قال له بالظبط كده، وانا بشكركم بجد على اللي قدمته لي. ودي طلعت البنت بتاعت زمان وقالت له مفيش شكر منا، اصل الحكايه ان ده كان طلب من الاستاذ هاكي بذاته، بس البين ان هو شيء مش طبيعي انك بعد التعوير والدم ده لسه دماغك ناشفه وعاوز برضه تحارب. بطلنا قال لها ايوه، لان لو بقيت محارب هقدر احمي الناس. البنت طيبه خاطره وقالت له انت قدها وقدوده، وانا بعيني هفضل اشجعك دايما، ويا رب تكبر وتكون محارب كبير وليه هيبه زي الاستاذ هاكي. وهنا بطلنا تذكر كل الافعال والدم اللي عمله هاكي قدام عينيه، وقال في دماغه ان الكلام ده ما يمشيش عليا، وودع البنت ومشى من المكان. وهنا طلعت الام وقالت ده واد ابن اصوله قريب من القلب وقلبه طيب وزي الشهب، بس يا رب عيشته ومستقبله ما يكونوش حمل تقيل عليا. والبنت فكرت شويه وقالت مفيش خوف عليا، السيف العقل بتاع الولد ده هيصون جثته ويحميها. بنرجع بقى بالزمن للحاضر والقتال، والراجل ده اتغاظ وزعق في بطلنا وقال له السيف العقلي بتاعك ده خيب ومالوش لازمه، وانا مش مصدق ازاي دخلت بصدرك وانت اصلا ما عندكش خطه، انت غبي يا ولد ولا ايه؟ بطلنا قال له انا كنت بحاول انجو جثتك واحميك وتطلع في الاخر تقول عليا غبيه، وزياده عليها انت بذاتك كنت سايبهم يكتفوك ويقبضوا عليك. فالراجل قال له هو الحراميه بيحتاجوا سبب علشان يطردوا ويهجموا على الناس، كله علشان الفلوس يا صاحبي، انا راجل اكابر من القريه اللي تحت وهم كانوا واقفين في المكان بيلقطوا اي حد زي جثتي، وانا كنت حمار لما فكرت انك محارب بجد، بس انت برضه غريبه مع كل التعوير ديت ولسه عاوز تكون محاربه. بطلنا سكت والزعل بان على وشه، وفجاه العربيه قعدت تتهز جامده، وبطلنا قال في دماغه هو الزلزال ده ولا ايه؟ بس الحكايه ما كانتش زلزال خالص. واحد من الحراميه عينه برقت وركبوا الرعب لان في شيطان غشيم طار وجا عليهم عدل علشان يخلص عليهم، وقفش حته حصان من بتوع العربيه وبكل عنف رمى فوق دماغهم. واللقطه دي بتعمل انفجار جبار وخربت العربيه واتقلبت بره السكه. بطلنا طلع سليم وما فيهوش خدشه، بس الشيطان كان لسه لازل طحن في الحراميه. بطلنا قال للراجل ده الفرصه دي تب علشان ننجد احنا،
بس الراجل وقف على رجليه ومش عادل لعند الحراميه، وقف قدام وش الشيطان بالمظبوط، والشيطان جه علشان يخلص عليه. بطلنا زعق وقال له المكان ده خطر يا جدع انت. بس المفاجاه ان الشيطان وقف ورفع ايده عن الراجل قال له بوقار اهو كده الواحد دماغه يرتاح، تسلم ايدك يا نمره 8. والشيطان بجلاله قدره نزل على ركبته قدام الراجل ده. الحراميه ركبهم الرعب، والراجل قال لهم بالاصول الكلام بتاعي هو اللي بيتسمع هنا، والنمر ده تابع ليا، ده نمره 8 الحته والكلب بتاعي. والحراميه وقفوا زي الصنم. بطلنا دماغه ارتاحت وبص بفرح وقال الحمد لله يعني طلع صاحبك وحبيبك، انا فكرت اننا هنموت وضيعينا، الشكر لله ان احنا بقينا على راحتنا دلوقتي. وبالحركه دي بطلنا حط ايده لمس رجل الراجل ده، فالراجل اتغاظ بالغل وركبه ونادى على نمره 8. بطلنا اتنصب وعينه برقت لان نمره 8 ده اتدور واعطاه حته قلم وضربه على وشه طيره لاخر المكان. الراجل زعق له وقال له هو انا ما قلتلكمش ولا ايه؟ انتم دماغكم جزمه وما بتفهموش، انا راجل ابن اكابر بالنسبه لكم، المقارنه بيني وبينكم زي السماء والارض. ايوه بدات الكاريزما تظهر يا جدعان، ربنا يستر، هحاول ان انا استحمل الراجل ده. المهم تعالوا نكمل. وبيقول لهم انتوا ازاي تجرأتم وتوسخوا نفسي بايديكم العفنه ديت، وعلشان اللقطه دي انت تستاهل حبل المشنقه والموت. فالحرامي زعق وقال انت عمرك ما هتتغير وتفضل زباله طول عمرك. فالراجل رد وقال له ازاي اكون زباله؟ ده انت المفروض تبوس ايدك ووش وظهر اني لسه سايبك دلوقتي عايشه. فالحرامي جعر وقال بلاش هري وكلام على الفاضي، انتوا موتوا الخدام اللي كانوا بيشتغلوا بايديهم لمجرد ان هم وسخوا هدومك بالغلط. وبطلنا ركبوا الرعب من الكلام. الحرامي كمل وقال الواد ده كان ابني وضنايا. وبطلنا تنح وبقى بيسمع السواد ده وعينيه مبرقه. فالراجل رد بالضحك وقال له بس المحكمه طلعت جثتي براءه. فالحرامي قال له انت مفكرني مش عارف انك رشيت القاضي واعطيته قرشين؟ فالراجل ضحك تاني بالغباء وقال له وايه يعني وايه اللي جاب ده لده؟ فالحرامي الغل ركبه وطار بالغشوميه علشان يخلص على عيشه الراجل، وبيصرخ ويقول له يا شيطان يا ابن الحراميه. بس نمره 8 كان واقف مظبوط واعطى الحرامي حته ضربه جابت اجله. الراجل قال للحرامي ان الرشوه كلفتني قرشين حلوين بجد، ده غير مصاريف الغسيل والمكواة الهدوم بتاعتي. انت عارف كلفتني كام بالظبط؟ صحيح بمناسبه الكلام انت اللي جيت علشان تاذيني وتاخد بالطاره، البين ان هضطر اكلم القضاه تاني واديهم شويه قرشين علشان خاطر حكايتك. بس هنا بطلنا لقى الحبل اللي مكتفه بيه اتفرتك والرباط دابه. والحرامي قال لبطلنا انا بجد اسف لاني سجلت جثتك معايا في الحكايه ديت من غير اي ذنب ليك، انا فكرتك شخص من رجاله الراجل الاكابر ده لاني لقيتك بتحميه وبتدافع عنه، ده غلطي انا، الحوار ده ملوش لازمه معاك، فلسع انت واجري من المكان. بطلنا ساله وانت هتعمل ايه انت؟ الحرامي قال له انت مفكرني ههرب واسيب ضميري ورايا؟ مستحيل. وهنا بطلنا فهم نفوخ الحكايه بالملي وتذكر كل السواد اللي فاتوا وقارن، وقال انا فهمت الحكايه ورسيت معايا خالص. فالراجل الاكابر زعق لنمره 8 وقال له طير وخلص عليهم كلهم. النمره 8 طلع عدل علشان يخلص عليهم، والحرامي كان خايف جدا بس رجع لورا لان بطلنا بص له كده وصب طوله قدامه ووقف في وش الشيطان بالظبط، وحاول تاني يظهر ويشغل سيفه العقليه. فالراجل الاكابر قعد يضحك ويتريق على بطلنا لان السيف العقلي بتاعه ما يعملش حتى خربوش صغيره، ده حتى قعد يتريق على ابن الحرامي الميت. ونمره 8 طار علشان يخلص على بطلنا. الواد قال في باله انا دلوقتي فهمت ليه ضربتي ما اثرتش في جثه الحرامي من شويه. وبطلنا دخل بصدره هو كمان على النمره 8 وبكل عافيه وقوه في سيفه العقلي اعطى الشيطان حته ضربه غشيمه دمرته في الارض. الشيطان اتنفى حرفيا ووقع مغمى عليه. الحرامي عينه برقت واتفاجأ. الراجل الاكابر بذاته تنحى. وبطلنا ابتسم لان كسر قرون الشيطان، والكل قعد يصرخ ويقول الشيطان الوحش وقع ومات حيله. بطلنا قال دلوقتي السيف اشتغل بالمظبوط. الحرامي ما عادش فاهم حاجه، وعلشان كده السيف بتاعه ما كانش اثر على الحرامي ده لان هو كان معاه الحق، بس انتوا ناس معفنه وسواد من جوه. والسيف العقلي بتاع بطلنا طلع هو السيف النقي الابيض، السيف اللي بيفصل بين الحق والباطل والخير والشر، وليه هيبه بره اي عقل ممكن تتخيلها. نرجع ساعتها لحته من زمان. بطلنا لما الشياطين كانوا نازلين طحن ومذبحه في اهل القريه، الواد كان محبوس تحت الركام والطوبه، وفجاه خط وقرب منه شيطان جبار وجسمه زي الجبل، كان خلاص هيخلص على بطلنا بس ظهر حد وبحركه واحده قطع الشيطان ده حتت صغيره، وده طلع الاستاذ هاكب ذاته. والسيوف العقليه عباره عن سلاح قوي جدا مخصوص بزياده وبتكبر على حسب المشاعر والإنة اللي جوه قلب صاحبها، وانا كل مرادي احمي الناس واعاقب الناس الفاسده والسوء
سوداء وانجد كل الناس، ودي هي العقيده اللي عايش بيها جوه دماغي. بس بنروح بالسريع لسرايا الملكه، واخيرا رجع المحاربين اللي خلصوا على عيشه هاكيه، وهم جوكر وميداس وايسيرا. جوكر قال المكان ده بيخنق ويكتم النفس، بس ميداس قال له لازم ندخل علشان نلقط القرشين والفلوس الحلوه بتاعتنا. وهنا بنتعرف على الملك واسمه جيدرا. جوكر قال له دي كانت حته شغلانه صعبه جدا وبجد احنا تعبنا فيها. الملك جيدرا قال له انتم شويه اطفال قليلين الادب ومالكمش في الاصول ومش بتعرفوا تتكلموا مع الملك خالص. جوكر قال له ارحم جثتي شويه، احنا رحنا لاخر البلد واتاكد ان الشغلانه خلصت زي ما انت عايزه. فالملك ساله وقال له قول لي يا جوكر، هاكي كان شديد ومعاه عافيه صح ولا ايه؟ جوكر ضحك وقال له ده كان اشد واحد في البلاد كلها. جيدرا قال له اصل الحكايه انه كان صاحب السيف اللي بيقولوا عليه سيف الكراهيه. بس جوكر صدم وقال له لا ما كانش كره خالص. والملك عينه برقت واتفاجئ، وجوكر قال له النهايه بتاعته اتبدلت. انا مش عارف ايه المصيبه اللي حصلت، بس في حاجه اتغيرت جوه قلبه ودماغه. بنرجع لعند بطلنا ساعتها، والواد كان لسه نازل طحن ومحاربه مع النمر الثمانيه. الراجل الاكبر بيجعر في نمره وقال له اخلص وموته بسرعه. بطلنا كان عمال يصد الخبطات بالسيف، وقال في باله انا دلوقتي عارف بالظبط ان قوه سيفي بتزيد وتكبر كل ما كان اللي قدامي شخص فاسد. بس طب ليه الشياطين دي باين عليها شكل تاني؟ انا حاسس ومجرب انه بيتعذب وحيلته مهدوده. والواد وقف مكانه شويه، بس الراجل المتكبر طلع حته الجهاز وشغله، وفجاه الطوق الحديد اللي في رقبه النمر طلع كهرباء وقعد يصعق فيها. بطلنا جثته اتنصبت مكانها وعينه برقت من الصدمه، لان النمر ده اتشل في مطرحه ما بقاش قادر يتحرك. الراجل المتكبر استغل اللقطه ديت وقعد يدوس بغله ويضرب في النمر الثمانيه وزعق وقال له موت يا فاشل اللي مالكش لازمه، انت ازاي تجيلك الجرأه وتكسر كل اللي قلت لك عليه؟ والله اول ما نرجع السرايا لا تكون نهايتك على ايدي انا يا ملعون يا ابن الشياطين والوحوش. بس النمر الثمانيه كان بيبلع الاهانه ديت وبيستحمل في سكاته. الراجل عمال يرص عليه كلام يموت. وبنرجع بالسريع لعند الملك تانية. جدرا سأل المحاربين وقال له وامال فين جثه هاكي دلوقتي؟ فجوكر بص في وجه الملك جدرا وقال له بالمظبوطه زي ما انت تطلبه، انا رميت جثته في المعمل بتاع الحكيم والدكتوره. الشخص ده استاذ وشغلته في الحكاوي حكايه، وهيظبط جثته ويفصلها على كيفك زي ما انت عايز. فالملك قال له تمام كده. جوكر رمى كلمه وقال له انت دايما ذوقك عافش قوي. فالملك اتدور وقال له بس الحكايه ما كانتش كده طول العمر، لان المحاربه وهيبه السيف العقلي بتعتمد بالكامل على العقيده والإن الناشفه اللي جوه القلب، والعقيده دي بتحتاج يا اما تضحيات علشان تقف على رجليك، وعلشان خاطر العقيده والدماغ دي لازم تكون جاهز تعمل اي حاجه في الدنيا. المحارب الحقيقي بالاصول هو اللي يقدر يحط ايده في ايد الشياطين بذاتهم لو المصلحه حكمته. وفي المطرح الثاني الحراميه ركبهم الخوف وقعدوا يجعروا في بطلنا وقالوا له انت بتعمل ايه يا ولد انت؟ الوحش ده شيطان غشيم ولازم ولابد تخلص عليه. بس بطلنا وقف وقال لهم لا، الشيطان ده مفيش في قلبه غل ومش غشيم، وسيف العقل هو اللي رص عليا الحكايه ديت. اصل الحكايه ان قلبه طيب وخايف ومرعوب جدا، لان البشر بهدلوه وعوروا جثته واجبروه يعمل السواد والشر ده، ودي مش العقيده اللي انا بمشي بيها. الضربه الغشيمه اللي سيفه رزعها في جثته من شويه ما كانتش ليك انت، دي كانت لذنبك والشر اللي عملته. فقول لي بالامانه عامل ايه دلوقتي؟ والكلام بعد الطوق والحديد غار من رقبتك، البين ان جثتك ارتاحت خلاص. وهنا الشيطان عينه دمعت وتذكر كل الايام والزمان اللي فاتت لما كان وسط عيلته واهله، ولما البشر اصطادوا جثته وداقوا المر واتضرب لما قال يا بس، وبقى عبد وسير ليهم ومجبور يقتل اي حد هو ملوش ذنب. فالشيطان قعد يبكي بالحرقه ونزل على ركبته قدام بطلنا، وكل ده والراجل المتكبر كانت جثته بتتراش وركب الخوف. وهنا الحرامي حكى الحكايه وجعر وقال لبطلنا الحق يا ولد، ده الحرامي ده بيحاول يهرب، بس نمر الثمانيه قفش بطلنا وجهز عافيته علشان يرميه. بطلنا ركب الخوف وقال له انت بتعمل ايه؟ انت بتحميني وبتساعدني ولا ايه؟ فالشيطان ابتسم بالروقان ورماه بكل قوته، وبطلنا طرف الهوا زي السهم وقاعد لقدام وجه الراجل المتكبر. الراجل كان خلاص جثته جابت 100 رعبه، بس بطلنا ابتسم وقال له اللي هعمله في جثتك دلوقتي بالبلي حاجه هتعجبك جدا، لان عارف انك اسود وفاسد من جواك، وخد عندك ده العقاب اللي انت عايزه. واعطاه حته ضربه جباره دشدشت المكان كله وطيرت الراجل المتكبر ده لسماء بعيده جدا. نمر الثمانيه والحرامي وقفوا مبرقين ومش مصدقين اللي قدامهم، بس بطلنا بص عليهم وقال لهم انا خلاص رست معايا على نيه، انا مش هكون محارب زي هاكي خالص، لان الدنيا ديت فيها وحوش طيبين واولاد اصول زي النمر الثمانيه. انا هكون البطل الجبار اللي بيحمي وينجد كل الناس الحلوه، وعلشان لما اقف قدام هاكي اكون رافع راسي ومالي عيني. واخيرا بطلنا لقى طريقته. فالحرامي قال له لو نفوخك راسي خلاص على انك تكون محارب يبقى لازم ولابد تقطع سكه وتروح للبندر والعاصمه بسرعه، وانا بنفسي هاخدك ووصلك لهناك، واي حاجه تعوزها يا دوب تطلبها،
وانا هجيبها لك. بطلنا ساله بفرح انت بتتكلم بجد ومش بتكذب صح؟ فالحرامي او اللي كان حرامي قال له ايوه. واصل الحكايه ان بطلنا بيفكر المحارب بابنه الميت ونزل على ركبته قدام بطلنا وقعد يشكره على كل حاجه عملها. نرجع بالسريع ساعتها لسرايا الملكه. واحد من الرجاله قال لجيدار ان جماعه جوكر مشوا خلاص بره المكان. فجيدار قال دام الحكايه كده يبقى نجهز ونبدا الشغل على طول، لان الامتحان واختبار المحاربين ميعاده قرب وما بقاش عليه وقت كتير. بس في نفس الوقت بنروح لعند برج طويل وكبير جدا، وكان في راجل عجوز غرقان في دمه وحيله اتهدى. قعد يترجى بنت اسمها جين وقال لها ابوس ايدك غرزي السيف في جسمي. جين ديت طلعت بنت معاها سيف عقلي هي كمان، بس ما كانتش عاوزه تكمل ولا تمد ايدها بالسيف في جثه الشخص ده، وقالت له انا مش هقدر اعورك واذيك يا ديورو وما فيش في قلبي رغبه ان اقتلك. فديورو قال لها انت معاكي العافيه والموهبه علشان تكوني محاربه كبيره، ولازم ولابد تعدي اللقطه ديت وتدوسي على قلبك. بس جين ردت وقالت له ان السيف ده سلاح ملوش لازمه غير علشان نضرب ونموت بيه الناس، وكل العيال الصغيره اللي بيجروا ورا حلم المحاربين ومتجمعين في البلد ديت هم حبه مغفلين مالهمش دماغ، وانا اكتر حاجه بكرهها في عيشتي هم المحاربون. وفجاه وبتكه واحده ظهروا بام بطلنا في المكان. جين ودارو اتصدموا من المفاجاه، وبطلنا مس عليهم بالروقان وقام بالواجب. بس قبل كل الهيصه ديت بنص ساعه كامله في بلده المينا والبحيره اللي اسمها ريجو سوا، بطلنا كان لسه واصل بجثته وقعد مبرق وبيتفرج على المراكب الكتير والزحمه، وعرفوا فين من الناس هنا ناشفين ومش بتوع اصول. وقال للحرامي اللي معاه ان الحاجات ديت شكلها تخوف وركبي بتخبط منه. فالحرامي فهمه وقال له علشان توصل للبندر والسيره الكبيره بتاعه الملك لازم تركب مركب من المكان ده، وعلشان كده كل سنه في الايام دي بيتجمع هنا كل العيال اللي عاوزين يدخلوا اختبار المحاربين، ودي اخر مكان اقدر اوصلك بيها ليا، ولازم تكبر وتكون محارب تشرفنا. وبطلنا شكر وودعهم كلهم وقال في دماغه خلاص من هنا ورايح، ما دام انا نويت اكون محارب يبقى لازم اكون راجل وعقل كده في تصرفاتي. بس الولد ما قدرش يمسك نفسه واتخرع لما لقى قدامه سوق جبار ومكان مليان بالبيع والخير، والناس كلها عايشتها فرفوشه ومقضياها تجاره. وبطلنا كان مبهور جدا، فنفر من التجار ساله انت جديد في المكان وعاوز تكون محارب برضه؟ فبطلنا ابتسم وقال هو انا شكلي بيقول كده؟ فالتاجر قعد يضحك وقال على العموم ده سوق المحاربين قبل ما يسافروا للبندر، ولو عوزت اي مصلحه انده عليا. وفجاه التاجر عينه برقت وبص على بطلنا وقال له انت عينك على الجوانتي ده. بطلنا قعد يضحك، فالتاجر قال له ديت حاجه طبيعيه لان الجوانتي مهمه جدا علشان الواحد يمسك سيفه. وبطلنا اتذكر الاستاذ هاكي لانه كان بيلبس كوفي زي ده، وقال له خلاص انا هاخده واتوكل على الله. فالتاجر قال له دول ب 200,000 من الذهب. بطلنا زعق وقال له ديت غاليه قوي. فالتاجر ضحك وقال له المكان ده بيدخل ويخرج منه محاربين، وما دام انت شخص غريب ومش هشوف وشك تاني ايه المشكله لو غليت السعر عليك شويه؟ فبطلنا قال له انت شخص نصاب وكبير وزعل. فالتاجر اتنهد وقال له خلاص يا عم هعمل معاك لقطه وخدمه حلوه في برج قديم على اطراف البلده، واليومين دولت دايره حكاوي اشاعات غريبه هناك وعاوزك تروح تتاكد من الكلام ده. فبطلنا ساله حكاوي ايه بالظبط؟ فالتاجر قال له بيقولوا في بنت مجنونه وسيكوباتيه عايشه هناك وبتمسك السيف وتغرسه في جثث الناس. وبطلنا قال له مستحيل اروح للمكان ده. فالتاجر قال له لو رحت هتاخد الكوفي ده ببلاش ومن غير ولا مليم. بطلنا وافق على الشغل، وبنشوف الولد عمال يرشق ويطلع في البرج وبيجعر ويقول كل التعب ده علشان حته جوانتيه. وبنرجع ساعتها للحضر والمعمعه، وجين سالت بطلنا وقالت له انت مين يا ولد وطلعت منين؟ انت حرامي وجاي تسرقنا؟ فبطلنا قال لها لا خالص، في حد طلب مني اجل هنا والحكايه مهمه جدا وبلاش ترفعي في وش السلاح لانه خطير. وفجاه بطلنا لقى دايره وعينه برقت وقال ده دم صح؟ التعويره شكلها واصله لجوه وخلاص جسمه كله عليه علامات وجروح، البين ان الاشاعات طلعت صح وما فيهاش كدبه. بس جين بتزحزح بطلنا وترميها، والمسكين بطلنا قاعد يجعر. وجين قالت له اياك دماغك توزك وتقول لاي حد على اللي عينك شافته النهارده انت ما شفتش حاجه خالص. بطلنا واقف متنح ومبهور بشكل وهيبه البت، ودايرو سالها هو الولد ده سليم وما فيهوش حاجه؟ فقالت له ايوه انا رميت جسمه وسط الزرع، ده يا دوب عيل من البلد وبيلعب بسبب الاشاعات. فدايرو قال لها تمام، وما دام الحكايه كده يبقى نرجع للشغل. سلي سيفك يلا يا جين، سيفك العقلي وبلاش خيبه وارزعيه في جثتي. وفي نفس الوقت بطلنا كان واقف وسط الزرع وقال البنت رمتني بالغشوميه ديت كلها والاشاعات طلعت صح، بس ما لقطتش منها نيه شر ولا خطر على عيشتي، الباين ان هرجع للراجل العجوز واقول له الحكايه وكفايه كده علشان اخد الجوانتيه. بس رجع اتذكر كلام جين لما قالت له انها بتكره المحاربين، وقال في دماغه انا هكون محارب علشان حته جوانتي وبس. وبطلنا بص على البرج الجبار وعرف هو عاوز ايه بالظبط، وابتسم ورجع يطلع ويشق في البرج تانية وقال مستحيل، انا هكون البطل اللي بيحمي وينجد كل الناس، استنوني فوق لان انا لسه ما خلصتش. بس في نفس الوقت ده وصل لبلد ريجوسون واحد غريب وليه هبه، وقال في دماغه يعني هو ده المكان اللي طالع منه الحكاوي السوداء عن الناس اللي بيرهبوا الناس اللي هنا.
الشخص ده لازم يقف قدام العداله بتاعتي. وبنرجع للمينا، في حد سال التاجر وقال له انت ليه عطيت الجوانتي للعيل الصغير ده؟ وهنا بنتعرف على ابن التاجر. فالاب قال له انت هترجع للهري ده من تاني، الباب بتاع السرايا مقفول بالضبه والمفتاح، والفرصه الوحيده علشان نخرج الاشاعات اننا نبعت حد يدخل جوه، والولد ده حته عيل صغيره ومش هنخسر حاجه لو مات. فالابن زعل وقال له انت ازاي بتقول الكلام ده؟ عيني عينك كده. فالاب قال له مفيش خطر حقيقي على عيشته، بس الابن كان لسه باله مشغول وخايف، وبطلنا كان عمال يشق ويقع ويرجع تاني، وحيلته اتهدت وبقى بيموت من الجوع. وفجاه لقط المحارب بتاع زمان وهو بيخش برجله للبلد. بطلنا سال نفسه دولت يطلعوا مين بالظبط، وفي المينا المحارب الجبار وصل وبان، وده طلع محارب ليف برستيج. والكل عينه بدات واستعجبوا ان في محارب حقيقي من القنوات التقيله جاء لعندهم. فالتاجر ساله بالادب وقال له ايه اللي جاب محارب توبو زيك لقريتنا الصغيره؟ ليف بقى قال له يعني هكون جاي لي يعني اكيد لشغله، انا جالي خبر ان في شخص فاسد جوه البرج ده وبيتسلى بضرب الناس. فالتاجر ركب الرعب وقال له دي حكايه تخص بلدنا واحنا نقدر نتعامل مع الموضوع. بس ليف قفش وجه التاجر بغشوميه ورزعه في الارض بقوه، والابن جرى علشان ينقذ ابوه. ليف قال للتاجر الكلمه هنا لي انا، بس لقط شخص من بره بيصرخ ويقول لي ليف انا شفته من كام ساعه وانا بعدي من المكان، لقطت شخص مجهول بيرمي عيل صغيره ورجع استخبى جوه البرج. البت دي كانت عاوزه تموت الولد، والبين ان البرج ده فيه ساحره شريره. والابن قال في باله ده مستحيل، لو ده الواد بتاع زمان يبقى زمانه سليم. وليف قعد يضحك وقال له الحكايه رست وخلاص عرفنا الشغلانه. ليف زعق وقام وقال يلا بينا، ما بقاش في وقت وخلاص جه ميعاد موت النفر ده. وفي نفس اللحظه بنلمح اتنين من العيال المحاربين عمالين يطلعوا فوق البرج، وواحد منهم نفسه اتكتم وقال مفيش مفر، الباب مقفول بالضبه والمفتاح. فالتاني ساله وقال له انت متاكد بالملي ان البنت مستخبيه هنا؟ فقال له ايوه متاكد وعلى يقين، البنت جوه البرج ده. والامر اللي طلع من الاستاذ الكبير جارفون كان دغري وما فيهوش لف ودوران، اقفشوا البنت الساحره الهربانه، واول ما نحط ايدينا عليها وعيشتها ومستقبلها هنبقى في امان والاخر يوم في العمر. ويا محاسن الصدف اننا هاجمنا على المرسال ولطشنا منه الكلمات والمعلومات. بس قول لي يا صاحبي انا ليه حاسس اني ما عدتش قادر اشيل نفسي؟ الشخص التاني عينه برقت لما لقى بطلنا حاطط جثته وقاعد جوه الشنطه والجراب بتاع صاحبه، وقعد يستعجب ويقول ايه المصيبه ديت وهو في عيل صغير بيعمل ايه هنا؟ وزعقوا بطلنا وقالوا له انت مين يا ابن الحرام انت وبتعمل ايه هنا؟ فبطلنا رد بالروقان وقال انا يا دوب بريح جثتي وباخد لي اي تعسيله. فالمحارب قال له خلاص نطلع بجثته لفوق واول ما نوصل نرميه ونخلص عليه من فوق. بس الولد بطلنا ما كانش بيهمه حاجه وقعد يشرب في الميه من القربه بتاعه المحاربين من غير ما يحسوا. واخيرا وبعد طول الروح وصلوا لراس البرج من فوق. المحاربين حلوهم اتهدوا وبقوا يفطسوا من التعب، وبطلنا قال تسلم ايديكم يا رجاله لان تعبتكم معايا وطلعتوني، انتم ناس بتوع اصول وبتفهموا في الواجب. بس فجاه بطلنا تنح وعينه برقت من السواد اللي شافه قدامه. جين كانت بتغرز السيف في جثه دايرون وعدى السيف بالملي من مطرح القلب. المحاربين وقفوا مبرقين ومش مصدقين وقالوا الاشاعات طلعت صح، استنى عندك ده التعويره بتلم تانية، مستحيل، ده طلع السيف العقلي بتاع البنت جين. وهنا جين اتدورت وعينيها برقت وقالت انتم بتعملوا ايه هنا ومين طلعكم؟ فالمحاربين دخلوا بصدرهم وقالوا لها هي دي الساحره وبتتسلى في خلق الله ومستحيل تقف في وشنا احنا الاثنين. فجين سالتهم انتوا حراميه وجايين تسرقوا البلد؟ فقالوا لها لا احنا العيال بتوع النخبه والاكابر من جماعه جارفون. وهنا جين ركبها الرعب وخاف جدا، وهم بيكملوا كلام وقالوا الاستاذ الكبير جارفون بذاته هو اللي امرنا نرجع البنت ديت، وطاروا بالغشوميه علشان يهجموا على جينا، وقرروا في دماغهم ان جثه البنت دي هي اللي هتكون السلم اللي هيطلعوا بيه في المستقبل. وجين بقى جهزت سيفها علشان تطعنهم. بس بطلنا في اللحظه دي فهم كل حاجه في الحكايه، البنت دي بتستخدم سيفها العقلي علشان تدافع وتنجد الراجل العجوز، والموهبه والقوه بتاعتها هي الشفاء والمداواه، بس بتحتاج تغرز السيف بتاعها في الجثه. وعلشان كده الاشاعات اتفرتكت بره والناس فهموا الحكايه بالمقلوب. فالمحاربين زعقوا وقالوا انت بتعمل ايه هنا يا ولد لسه؟ بطلنا بص على جين وقال لها خلاص ارتاحي يا اختي، انا عرفت انك طيبه ومش بتاعه شر. وجين اتفاجئت من كلام الولد، وجي المحارب التاني المليان علشان يطحن بطلنا وقال له انا خلاص جبت اخري معاك، وقفش الحزام ورماه بالغباوه. فبطلنا زعق وقال له انا قلت لكم ان البنت دي طيبه ونيتها بيضاء. فالمحاربين قالوا له واحنا مالنا ومال كلامك انت؟ وبطلنا صرخ وقال لو عيل صغير بالنسبه لكم فانا هطير اي رقبه حد يقف في سكته ويمنعني اعمل الصح. المحاربين زعلوا لان السهره اتقلبت نكد بعد ما كانوا مقضيينها فرفشه، ودخلوا بالعافيه علشان يخلصوا على بطلنا وقالوا له ما دام الحكايه كده يبقى موتك انت كمان ما فيش فيها مشكله. بس بطلنا زعق وقال لهم اثبتوا عندكم يالا انت وهو، ونده بالسريع وظهر السيف العقلي بتاعه واعطى المحاربين حته ضربه غشيمه جابت اجله. فالمليان اترخى وبص لصاحبنا وقال له يا مصيبه ده الولد ده
طلع معاه سيف عقلي هو كمان وركبوا الرعبة، وبالحركة دي المحاربين طاروا من فوق البرج حرفيا ووقعوا لتحت. بطلنا وقف متنح ومش فاهم وقال دي حاجة غريبة والله، المحاربين كانوا بتوع واجب وساعدوني جدا علشان اطلع لهنا، طيب لا سيف العقلي هجم عليهم وطيرهم بالشكل ده. وهنا جين سألت بطلنا وقالت له انت مين وتطلع قوتك ديت؟ فبطلنا اتأدب وقال لها انا اسف لاني نسيت الاصول وما قدمتش نفسي بالواجب، انا اسمي اليوم وهكون البطل الجبار اللي بيحمي وينجد كل الناس في الدنيا. جين اتفاجئت من كلام الولد ودماغه الناشفه، بس ظهر وبان دايرون وقعد يكح وقال له افهمي منه يا جين وقولي لي ازاي الامر يطلع من الكابتن بذاته، يعني ابوكي هو اللي امر الرجاله يقبضوا على جثتك وياخدوكي لهناك، وبس سمعت اسم ابوها جسمها تراش وركبها الرعب من تانية. بطنا لقط الخوف في عينيها، وفي نفس الوقت تحت البرج المحاربين الاتنين كانوا بيصرخوا ويقولوا مفيش حد قال لنا ان في واد معاه سيف غشيم بالشكل ده. وفجاه ظهر قدام وجوههم المحارب ليفا وسالهم انتوا بتعملوا ايه هنا يا اساتذه؟ واللي عرفهم وقال لهم انتوا العيال بتوع النخبه من جماعه جارفون. فقالوا له ايوه، واحنا هنا بننفذ امر الاستاذ الكبير جارفون وبنحقق العداله. بس ليف صدمهم وقال لهم لا انتم مش بتوع عداله خالصه، وبحركه سريعه غرز السيف في جثتهم وطير رقبتهم وقال ديت مش العداله وافهموا. ليف رجع بالزمن وتذكر كلام ابن التاجر لما قال له ان البنت اللي انتوا بتدوروا عليها مش شريره. ليف رسى على الحكايه وفهم دماغه، اهل البلده كانوا بيحبوا البنت ديت اصلا وبيثقوا فيها اكتر مما كان يظن، ولو الحكايه فيها امر من جارفون بذاته اننا ناخد بنت اهل القريه ومن غير ذنب ولا سبب، ديت حاجه تعيب عيشتنا كمحاربين وهتخلي المنظر عفش قدام الناس. والمحارب هو بيودع الروح سالها وقال لها انت بتعملي كل ده علشان الساب الخاين ده، بس لازم ولابد نلاقي حاجه وتملي العين قدام الناس، وعلشان كده انا اعطيكم دور تمثيلي بالمظبوط ويكون لايق على جثتكم. وبنرجع ساعتها لعند جين وقالت لدايرون هفهمك الحكايه بعدين. ولما الليل لل وجاء السواد بنلمح دايرون عمال يدوي يعالج في تعاوير بطننا، وساله قال له انت كمان عاوز تدخل اختبار المحاربين؟ دي حاجه تعجب ان عيل زيك ما يعرفش عيلة جارفون. فبطن قال له انا يا دوب عارف الاستاذ هاكيو بس. دايرون قال له عيلة جارفون هم الفرسان والمحاربين بتوع الملكه، وكل ده من ايام سنين وزمان طويله، النخبه بتوع النخبه ولاد الاصول والمحاربين في دمهم، والاستاذ الكبير بتاعهم دلوقتي اسمه دانتيا وبيقولوا عليه اشد واقوى شخص مسك العيله من يوم ما بدات. فبطلنا ساله قال له يعني ده ابو البت جين؟ فدايرون قال له بالظبط كده، وجين زمان كانت بنت غلبانه ومرميه لان ما كانتش عارفه تظهر قوتها، وابوها جارفون رفض يعترف بيها ولا تبقى بنته ورماها في البلد دي علشان تعيش في السكات والاخر العمر من غير ما تعمل اي ضجه. بس في يوم من الايام وبطول الروح جين قدرت تظهر سيفها العقليه، فالعيله فرحت بالحكايه وبيدوروا عليها علشان ترجع المدينه بتاعتها. فبطلنا قال له دي طلعت زي حكايتي بالظبط، انا كمان عاوز اروح للبندر الكبير واكون محاربه. بس دايرون قال له بس البنت هربت بجثتها، وعلشان كده جارفون قلب عليها الدنيا وبيدور في كل مكان، وهي مش راضيه تقول ايه المصيبه اللي حصلت ولا ليه عملت كده، بس حتى لو سكتت في حاجه واضحه زي الشمس. جين ركبها الرعب وخايفه جدا، بتخاف تطلع السيف بتاعها العقليه بسبب سواد قديم زقها زمان. وبطلنا رجع يتذكر كلام البنت لما قالت ان المحاربين كلهم مغفلين وبتكره عيشتهم، وقعد يفكر في الكلام. دايرون قال له علشان تعدي الصدمه دي انا سبت جثتي ليها تغرز السيف وتدوي تعويري مره ورا مره لحد ما حيلها يشد. فبطلنا قال له دي طريقه غشيمه جدا وممكن تزود الطين بله وتزود الرعب في قلبها. بس دايرون كمل كلامه وقال له جين هتبقى محاربه جباره، مع ان الرعب بياكل قلبها كل ما تطلع سيفها العقلي، بس البنت عمرها ما سابت اي شخص متعور ورمى جثته. وبعد ما شافت كل الناس بالطريقه دي الاشاعات طلعت عليها وقالوا دي ساحره البرج. جين بتحس بوجع الناس اكتر من وجع جثتها، قلبها ابيض جدا وانا بعيني مصدق جين وهتبقى محاربه ليها هيبه. ولما طلع النهار وجه الصبح دايرون اتخرع على ان المحارب ليف وصل لعندهم وقال له عيش يا دايرون ده مرت ايام وزمان طويل. فدايرون ساله وقال له ايه اللي جابك لهنا؟ فليف قال له باسم العداله احنا جايين نقبض على البنت جين جارفون. واخيرا البنت طلعت وبنت. ليف قال لها واخيرا جمعت العافيه وطلعت برا. فجين سالته وقالت له بتقبضوا عليا ليه وايه السبب؟ انا مش هربانه ولا سبت الخدمه، انا حتى ما دخلتش الاختبار وكنت بساعد ابويا في الشغل وبس وما اذيتش حد لما مشيت. فليف قال لها كلامك مظبوط وما فيهوش غلط، عشتك بالاصول مش بتكسر القوانين في حاجه، بس في حاجه مضايقاني وتعباني جدا. انا جالي خبر ان في اشخاص مفسدين جوه البرج دولت بيضربوا الناس. فجين قالت له الكلام ده كلام فارغ وهري ملوش لازمه. فليف قال لها انا في العاده برمي الكلام ده ورا ظهري، بس ده انت المتهمه، ما كانش ينفع اطنش شخص زيك بيتسلى ويعذب في الناس وبيضرب الخصوم، دي طبعك يا بت. جين تنحت وترعبت اكتر ودايرون وبطلنا عينهم برقت. فجين سالته انت عرفت الكلام ده منين؟ ليف قعد يضحك وقال لها ما احنا كنا زمايل وشغالين مع بعض زمان،
او المأمورية والشغل تحت ايد الاستاذ الكبير دانتي جارفون. فاكره الحكايه ولا نسيتي؟ وبنروح بالسريع كده لمكان زي السجن والضلمه. جين كانت قاعده خايفه وبتترعش، وابوها واقف ورا ظهرها بيصرخ ويقول لها اغرز السيف ده في جثته علشان المسجون ده ما يموتش من كتر الضرب والتعذيب. وكانت مجبوره انها تغرز السيف العقلي مره ورا الثانيه، وغرزت السيف في جثه مساجين مالهمش عدد. وجين كانت بتسمع في ودانها صراخ ورجاء الناس وهم بيقولوا لها ابوس ايدك سيبينا نموت. وهنا جين قعدت تبكي بالوجع، وقعت على الارض وقعدت ترجع من السواد اللي شايفاه. وليف كمل كلامه وقال وما وقفتش الحكايه على هنا وبس، العيال بتوع النخبه اللي جم عشان يدوروا عليك امبارح غاروا في داهيه ومالهمش اثر. هو بطلنا قال في باله هو بيتكلم على الرجاله بتوع امبارح ولا ايه؟ ليف زعق وقال له اهالي البلد بيقولوا الساحره ديت بتتسلى وبتضرب الناس ورمت عيل صغير من فوق البرج، وكل الادله بتقول انك المفسده، انت تحت التحفظ والقبض عليكي يا جين جرفون. والمسكينه جين كانت جثتها بتترعش من الفزع، بس ظهر دايرون والغل راكبه وزعق في ليف وقال له انتوا عملتوا ايه في العيله الصغيره ديت يا ولاد الحرام؟ بس ليف قفش دايرون ورزعه في الشجره وقبض على رقبته وقال له اهدى على عيشتك يا دايرون بدل ما لم جثتك واقبض عليك انت كمان. وهنا جين جهزت عافيتها علشان تدافع، واتذكرت كلام دايرون لما قال لها هتبقى محاربه جباره وقلبك ابيض، بس رجعت اتذكرت السواد القديمه ونزلت سيفها لتحت واتاسفت لدايرون وقالت له انا مستاهلش اكون محاربه اصلا، انا مش بنت طيبه وزي ما انت بتقول انا ماليش قيمه. واهالي البلد وقفوا مبرقين وقالوا مستحيل بنت تكون بالسواد ده عايشه وسطنا في البلد ده. بس ظهر عيل صغير ابن التاجر وزعق وقال لا دي هي اللي بتداوي جثتنا وعالجتني، مستحيل تكون بنت عافشه ولا ساحره. بس ما فيش حد من الناس صدق كلام الولد الصغير ده، وقالوا له البنت دي بترفع السيف في وش المحاربين وانت اتغشيت يا واد بالسحر بتاعها. التاجر قفش ابنه واخده في حضنه وليف قال في دماغه كله تمام والشغلانه نجحت بالمليون. الكدبه دايما بتمشي وتاكل عيش لما بترص عليها حته من الحق. حكايه التعذيب صح وما فيهاش كدبه، والعيال بتوع النخبه انا اللي خلصت عليهم، بس المكان ده توب علشان نطلع اشاعات ونرص حكاوي بالمظبوط وتلف البلد كلها، وفكرتي خلصت على خير. ليف قال للعساكر يلا بينا علشان نقبض على البنت الفاسده ديت. بس في اللحظه دي دخل بطلنا بصدره واعطى جين حته لمسه على دماغها بالسيف العقلي بتاعه، والسيف ما تاثرش ولا عمل اي حاجه. وبطلنا بص في وجهها وقال لا جين بنت طيبه وبنت اصول. والبنت اتخرعت وتنحت. ليف استعجب وقال هو العيل ده جه منين؟ بطلنا مشى دغري لعند ليف وقال له سيف العقلي بيفصل بين الحق والباطل والخير والشر. فليف قال له بلاش لعب عياله واغسل وشك وامشي من هنا. بس فجاه بطلنا اعطاه حته قلم جبار على وشه طير خبره وجثته في البرج. دايرون تنح والعساكر ركبهم الرعب، وحتى جين فضلت مبرقه. العساكر جروا على ليف علشان يشوفوا جراله ايه، بس بطلنا كان خلاص رست معاه وبص للتاجر وقال له انا خلصت الشغلانه وجبت دماغ الحكايه واصلها علشان الجوانتيه. التاجر وقف زي الصنم، وبطلنا قال له دي كانت اشاعات خايبه وملهاش لازمه، الشخص اللي واقف هناك ده هو اللي قلبه اسود وفاسد من جوه. وفجاه ليف قام وقعد يضحك بالغل وقال له لقطه حلوه، عيل صغير ومعاه سيف عقلي وبيتكلم باسم العداله، عقابك عندي هو الموت وبس. يلا يا عار يا ولد، عيل صغير وعاوز تكون محارب خد عندك ده سيفي العقلي ولقبي مخالب الحشره السامه. وبطلنا جهز نفسه وقف مظبوطه، وفي التكه اللي قفل فيها عينيه اتخشب لان ليف غار من قدام عينه وبقى واقف ورا ظهره واعطاه حته ضربه وقطع الجثه بطلنا بالغشوميه. الواد صرخ وقال يا ابن الحرامي ده لمس جلد وعورني، لو ما كانش سيف العقلي صد الخبطه كان زمان جثتي ودعت دلوقتي. بس الواد بطلنا حط رجليه في الارض ولف بالجثه بتاعته سريعه، وعينه برقت تاني لان ليف اختفى من قدامه. وقعد ليف يضحك وقال له انت يا دوب بتلمحني بالعافيه، الحشرات مخلوقات مخصوصه علشان تعيش وتستخبى من اي مأزق، والتكه اللي بتقفل فيها عينيها وبتفتح بتكون كفايه وزياده علشان اطير رقبتك. خد عندك داء القلب المسموم الضربه السريعه. بطلنا جاب اخره ما بقاش قادر يشيل طوله، والعساكر الباقيين زعقوا في الولد وقالوا له اثبت عندك واخلص يا ولد، بس انت تستاهل اللي بيجرى لك لانك وقفت في وجه ليف بالذات. وقعدوا يصرخوا في بطلنا وقالوا له انت شخص مجنون، البنت ديت ساحره وعفشه، ارمي سيفك واخلص بسرعه. ليف قال قول لي يا ولد انت ندمان دلوقتي صح؟ تمن انك تمشي ورا نفوخك وكلامك الخيبه، هو الوجع والندم كتير. بطلنا كان خلاص هيفرفر وهيغمى عليه، فليف قال له انت شخص خايب وملكش لازمه، وانا هخلص على عيشتك دلوقتي ومن غير ما تتوجع. بس بطلنا جثته ما تهزتش وفضل ثابت في مطرحه. وهنا ليف اتصدم لان بطلنا قفش دراعه بالغباوه وقال له كلامك ده ملوش لازمه، واجهز علشان سيفي هيغرز في جثتك. وبحركه صايعه من بطلنا شقلب جثته وقتها ليف خبطه غشيمه جدا طيرته مئات الامتار. وليف وقف متنح ومش مصدقه. بطلنا قال له انا فاكر الحكايه بالصح، السيف العقلي بيشد حيله وبقى جبار بسبب الغل والوجع اللي جوه الجثه بتاعتك، وزي ما هاكي قال لي بالظبط القوه بتاع جين بتدفي القلب وبتبقى حاجه حلوه، وما في سبب يخليني امشي ورا كلام الناس ولا ارجع ورا قراري. وليف استعجب من كلام الولد وقال له دي الاصول
بتاعه المحارب الصح، يفضل قافش على كلامه ودماغه ناشفه. والعيال اللي بيقولوا عليهم عاوزين يبقوا محاربين دول شويه عيال فرافيل ومغفلين، عقلهم اتاثر بالاشاعات والهري اللي داير، ومش شايفين السواد اللي واقف قدام عينيهم، ومش زي الناس اللي رموا شرفهم. وانا دلوقتي كلامي اتبدل واللعب معاك هيبقى فيه فرفشه. جين كان لسه الرعب اكل قلبها، بس رجعت بدماغها واتذكرت السواد القديم، وقالت في بالها من صغري وانا نفسي ابويا يعترف بيا ويقول عليا بنته، واشد السيف العقلي بتاعي وابقى جباره علشان ابويا يلقطني بعينه. بس ابوها قال لها انت معاكي قوه خايبه وملهاش لازمه، وانت عار على عيلتنا يا جينا. انا جالي خبر انك طلعتي سيفك العقلي وجيت بجثتي علشان اشوفها، وبس زي ما كنت بظن الزباله بتفضل زباله، بس ما دام قدرت تطلعي السيف يبقى عندك حته موهبه صغيره. ارمي اصولك الخايبه ديت في داهيه واعملي لنفسك كلمه جديده، وطلعي سيفك عقلي يكون اشد بكتير، وفي مكان تب ولايق على جثتك جوه اوضه التعذيب والضرب ده هتقدري تبقي حاجه كبيره. وفي اللحظه دي العساكر والفرسان هجموا وطاروا على جين بالسهامه، والمسكينه جين جثتها ما تهزتش وفضلت واقفه مكانها، بس جرى بقى ديرون وحمى جثتها. فجين خافت عليه وقالت له اثبت عندك، انا هداوي جراحك دلوقتي. بس رجعت في دماغها للسواد القديم وايديها وقفت وما عرفتش تجاوب. فديرون بكى وقال لها ابوس ايدك داوي جثتي واخلصي، انا عرفت انك مريتي بايام سودة. جين عيونها برقت وقالت له انا اسفه بجد وما كنتش دايره بالحكايه، الراجل العجوز ده افترى عليك وكان بيطلب من جثتك تغرز السيف بالرعب والصدمه اللي جوه قلبك. انت بنت قلبك ابيض وزي الفل، السيف من يومه بيتعمل علشان يعور الناس، وان في سيف يشفي ويداوي جروح الناس دي حاجه عجيبه بجد. بس سيفك ده ظهر لانه وجع الناس بياكل في قلوبهم اكتر من وجع جثتك انت، وده سيف غشيم واقوى من اي سيف تاني شفته في حياتي. جين اتذكرت ايام التدريب وابوها قال لها اضربي في الدماغ على طول، فجين قالت له لو ضربت في الدماغ كنت بحس ان قلبي هيزعل ويتضايق. ديرون اخذ نفس طويل، وفي نفس الليله جين سالته وقالت له هو سيف العقل ده ما يسدش في المحاربين ولا ايه؟ السيف اللي ما يعرفش يطير رقبه حد بيبقى خيبه، وزي ما ابويا خبرني لازم ارمي اصلي واخلص خالص. فديرون قال لها علشان كده انت بنت بتفهمي في الواجب وطيبه. وجين اتفاجئت وقال لها زي ما انت عارفه انا كنت حكيم وطبيبه، وطردوني من السرايا الكبيره لان كنت بداوي وعالج اي حد حتى لو كان من الخصومه، ومن حسن الحظ ان هم ما طيروش رقبتي. دي كانت مساله اصول ومبدا، الحكيم بيفرق بين الناس اللي بيموتوا، وفكرتي ديت ما اتبدلتش لحد دلوقتي. ان كنت بتطيري رقبه الخصم او بتنجدي الناس وتداوي جروحهم افهمي ان الروح ليها هيبه وقيمه. بس قولي لي دماغك بتقول ايه دلوقتي؟ انا باين قدام عينيكي راجل عجوز وخيبه. لا انا مش بظن كده، لكنها بتقول لا انا مش بظن كده. ديرون اتاثر وجين جري بسرعه، وفي نفس اللحظه بطلنا كان لسه شغال طحني مع ليفا، الواد كان خلاص بيودع والسم جرى في دماغه كله. فليف قال له دراعك خلاص السم راكبه، ولو ما داوتش جثتك عمرك ما هتعرف ترفع السيف بتاعك تانية، ودي نهايتك يا ولد انت. خساره والله. بطلنا ما كانش عارف يعمل ايه، وفجاه عينه برقت لما لقى جين بتغرز سيفها جوه جثته. فبطلنا سالها انت بتعملي ايه يا بنت انت؟ جين مسكت بقها وما قالتش حاجه، وبطلنا لقت ان التعويره بتلم وبتشفى بطريقه سريعه. جين قالت له بالاصول انا مش فاهمه دماغك، وليه بتودي جثتك للهلاك علشان تنجدني انا؟ فبطلنا رد وقال لها علشان انا محارب حقيقي وانا مش محتاج ساب علشان انجد الناس اللي محتاجه مساعده. جين قالت له انا فهمتك دلوقتي، اللي كان نفسي فيه ما كانش ان اكون محاربه وليها هيبه، ولا ان ابويا يعترف بيا. انا اسفه يا دايرو لاني ما عرفتش الواجب بتاعي من الاول، ما كنتش عاوزه اخيب الناس اللي هم بيعزوني. تسلم ايدك يا دايرو لانك صدقتني، وانا من اليوم ده مش هقف كده ماليش لازمه. وهنا الولد الصغير ابن التاجر لقط حاجه وزعق في ابوه وقال له بص وراك يا ابويا، دول المحاربين الاثنين بتوع امبارح، وحتى بطلنا عارفهم بالسرعه، والعيال بتوع النخبه وقفوا مبرقين وفهموا ان هم من رجاله عيله جارفون، وقعدوا يستعجبوا ويقولوا هو ايه اللي بيجرى هنا؟ احنا كنا بنظن ان الساحره طيرت رقبتهم. بس المليان زعق وقال للناس كلهم ليف هو اللي هجم علينا وخبى جثتنا في المكان ده، وقال ان هو هيستخدم جثثنا كدليل علشان يلم الساحره ويقبض عليها. والناس كلهم وقفوا متنحين. ليف سكت حته وقال دي حاجه تخنق والله. قولي لي بقى يا جين جارفون، انت بتظني ان الحكايه هتمشي لما تطلعي قلبك الابيض واصولك الخايبه ديت؟ انت رميتي اصولك ومبادئك لما ما مشيتيش قدام امر ابوكي. وانت يا جين ما انصحكيش تكوني محاربه اصلا، وحكايه اللي كنت بعملها باظت بسبب اللي انت عملتيه، دي حاجه تعقر دم بجد. وساعتها ليف بيطلع السيف العملاق بتاعه، رأسة الحشر السامه الضباب القاتله. الغاز المسموم بدا يركب في الناس الغلابه وياكل في جثثهم، وقعدوا يصرخوا ويقولوا له ابوس ايدك سيبنا، اهالي البلد هيموتوا من السم. بس ليف ما اداش لكلامهم اي حاجه، واتذكر حته من زمان لما قابل الاستاذ الكبير دانتي بذاته وقال له انت زي الحشره المفوصه يا غلبان يا ولد، اصل المحارب ان هو يفضل عنده اصول ومبادئ، وده كلام نصه صحيح. الاصول الخايبه والمكسوره الاحسن تغور في داهيه. البني ادم اللي ما يكونش عنده
عنده مبادئ هو بني ادم فاشل وهو ارضى واعفن من الحشرات. قلبك وعينك اياك ينسوا اصلهم. الناس كانوا عمالين يتجروا بالوجع بسبب الغاز المسموم، وجيم مسكت الجلابيه علشان تغطي وشها وقال ساعتها كل شخص فيكم ارضى من الحشرات، انتم خلق زباله ومالكمش لازمه، وعلشان احل المعضله دي مفيش اي حد هيخرج من هنا، هطير رقبه الناس اللي هم موجودين هنا والشهود كلهم واحافظ على هيبه المحارب واخلص المأموريه ديت، وانا دلوقتي جاهز يا جين جارفوند. بس اللي دخل بصدره هو البطل بتاعنا وطار علشان يهجم على ليف، بس ليف عدها بسرعه وقعد يضحك وقال له انت نطيت نطه غبيه، انت مش خايف على عيشتك تموت من الغاز ولا ايه؟ بطلنا بالفعل كان بيتوجع من السم، بس اتذكر كلامه زمان والسواد اللي مر عليه وما قدرش يعمل فيه حاجه، وقال له لو هتعور اي حد فدي حاجه مستحيل اسامحك عليها. فليف قال له زي ما كنت بظن انت محارب بجد جبار. بس هنا جين هجمت على بطلنا ودوت جثته من تانيه وزعقت وقالت له بسيفي بتاع الشفاء انا هشد حيلك واخليك تقوم كل ما السم يعمل فيك حاجه، ولازم ولابد تصمد 5 دقايق بالسريع. وبطلنا قال لها تسلم ايدك يا بت، وطار دغري على ليف. العساكر الباقيين عينهم برقت لان البنت جريت علشان تنجدهم كلهم، وقعدوا يستعجبوا هي ليه الساحره دي بتخلينا نعيش كلنا. ليف كان بيعدي ضربات بطلنا بالراحه والروقان، وبطلنا عمال يعطي ضربات ورا ضربات، بس ليف بيلف بالسريع مفيش ولا ضربه اتغرزت في جثته، والفرق في العافيه والشطاره كبير جدا بينهم. الواد قال في باله انا هعمل ايه دلوقتي؟ بطلنا دار الحوار مع جين وفهمها الملعوبه والدنيا اللي بتحصل، فجين قالت له دي ملعوبه غشيمه وفيها هلاك لجثتك، بس بطلنا طار على ليف وقال انا سايب جثتي عليك يا بت. ليف قال له يعني الملعوبه بتاعتك انك هتيجي لغايه عندي دغري وبعد ما تتضرب تخليها تشفيك، دي ما تفرقش حاجه عندي، واعطاه حته ضربه محترمه وقال له الخبطه جت في مطرحها بالظبط وخلاص عيشتك ودعتها. بس ليف رجع لورا بالاندهاش لان بطلنا كان زي الفل وما جرالوش اي حاجه، وقال ديت كانت ملعوبه بعد الخبط والضربه، مش مهم جثتي تتعور وتتجرح، المهم البنت تدويني، ولو عملت الحركه الصيعه دي انت اللي مش هتعرف تفلت بجثتك. وبالحركه دي بطلنا اعطاه حته قلم جبار دشدش دماغه حرفيا، وجين وقفت جنب بطلنا نجحت ايه وزفت ايه في عيشتك، وقعدت توبخ فيه وتقول له دي كان فيها هلاك لجثتك وما تبقاش تلعب على حاجه زي ديت. دايرون وقف متنح ومش مصدق عينه، الموهبه وقوه جين هي الشفاء وتزويد العافيه والسرعه، ده مفعول جبار جدا، ده القوه ديت حاجه عجب العجاب، وقعد يستعجب ويقول هو مين ابن الحرام العيل الصغير ده؟ بس ليف ظهر تاني في الصورة ولقى جثته سليمة وزي الفل، وقعد يستعجب ويقول هو ازاي الولد ده صامت بعد ضربة غشيمة زي ديت ولسه واقف على رجليه؟ ده لابد يكون محارب من بتوع الامبراطورية الكبار، وفي حاجة مش مظبوطة، الصنعة واللعبة بتاعت الواد ده لسه عيال مبتدئين، بس القوة اللي جواه هي قوة جبارة جدا، وهيبقى من الصعب اكتف حركته من غير معوره، ودي حاجة تخنق بجد. انا كان نفسي اوري اللعبة ديت للاستاذ الكبير جارفون وبين كده ملهاش حل غير ان اطير دراع الولد ده. وهنا جين الرعب ركبها وبصت لبطلنا وقالت له اسمعني وافهم الكلام ده، انا ما عنديش طاقه اشفيك غير لمره واحده بس وخلاص، والشرط علشان اطلع السيف ده هو طاقه جثتي، وانا جليت واخري خلاص جه، لو مشيت مع ليف دلوقتي انتوا اهالي البلد هتكونوا في امان، وعلشان كده انا هتوكل على الله وامشي. بس بطلنا زعق لها وقال لها انت مش لوحدك اللي قلبك بيوجعك على تعب الناس. جين عيونها برقت من كلام الولد ده وقال لها ما فيش نفر في الدنيا بيفرح لما يشوف حد يعز عليه بيتوجع، واي حد بيعزك يا جين هيركبوا الغم لو شاف جثتك بالسواد ده. ودايرون بقى كان قلقان على جين، بس ليف دخل بصدره وطار علشان يخلص عليهم. جين صرخت في بطننا وقالت له اهرب بجثتك المطرح ده فيه هلكك، بس جين بقى وقفت تنحت لان بطننا طار في وش ليف على طول. ليف ضحك وقال له دي نهايتك يا ولد، ومش مهم هقتلك بكام، لو ضربتك ما جاتش في دماغي مش هتعمل لي حاجه، خبطتي هتوصل الاول وهطير دماغك. بس في التكه ديت لليف حس بحاجه غريبه في جسمه ولقى ان التاجر قفش في رجليه، فليف قال له يلعن ابو كده حتى جثتي مش قادر احركها. وهنا بطلنا جاب اخره ودخل بكل قوته وقال له انت اللي دخلت الرعب والصدمه في قلب جينا بسبب سواد زمانها، وافتريت على راجل عجوز وطيب وكنت عاوز تطير رقبه الناس كلهم، وانا مستحيل اسمح لك تعمل كده. ليف ما عرفش يفلت من الضربه واتذكر كلام الاستاذ دانتي لما قال له الاصول الخايبه والمكسوره الاحسن تغور في داهيه، والبني ادم اللي ما عندوش نفوخ ولا مبدا هم اكيد حشرات. وبالسيف الاسطوري الصافي بتاع بطلنا اداله حته خبطه ومال انت، وبالسيف الاسطوري الصافي قال له انت حته زباله وملهاش قيمه وارضى من الحشرات. الضربه السماويه الصافيه، الضربه كانت جباره لدرجه انها دشدشت كل حاجه في المكان وعملت حته بومايه محترمه. ليف بقى غاب عن الوعي خالص، والناس قالوا الواد ده جبار بجد، ده محارب توب التوب، الواد لسه مخلص على محارب جبار. جيم ما كانتش مصدقه عينيها واتفاجئت، وفجاه بطلنا جثته هبطت ووقع على الارض، فجين جريت
عليه دغري وقالت له انت كويس يا ولد. فبطلنا قال لها ايوه، وانا بهجم عليه اخدت حته تعويره خفيفه لان الخبطه المرتده بتاعته كانت سريعه، ولو ما كنتش لقطت الحكايه ديت كنت انا اللي هاكل الضربه. جين وقفت مبرقه من الكلام ده وقالت في بالها هو لحق ازاي يعطي له خبطه مرتده بالشكل ده محارب بجد جبار. وسالته وقالت له انت محتاج حاجه لان جثتك متعوره. بس يا اولاد اللعيبه بس استنوا عندكم، ليف بيظهر من تاني في الصوره وسط العفره والتراب، وبطلنا وجين وقفوا مش مستحملين وكان هو متبهدل ومتعور. فبطلنا قال مستحيل، التاجر قال دي حاجه مستحيله خالصه، حتى لو كانوا اتنين في وجه واحد. ليف ده محارب من الصفا وليه هيبه في الامبراطوريه وفي سد عالي ومش هتعرفوا تعدوه. ليف زعق وقال انتوا كنتم بتظنوا بجد ان انا اخسر قصادكم انتم قدام محاربين فسكونيا؟ وهنا جيم بصت لبطلنا وقالت له انت خلصت على ليف وعملت اللي عليك، وعلشان كده اعمل فيا معروف وسيب الباقي عليا. بطلنا بص لها وهز دماغه وقال لها تمام انا فهمت خلاص. جين وقفت في وش ليف فسالها وقال لها ناويه تعملي ايه؟ انت بتظني بحق انك هتقفي قدامي كده بالسيف العقلي الخايب بتاعك يا حته فسفوسه انت؟ بس جين طلعت قدرتها والفرسان وقفوا متنحين وحتى بطلنا، بس اللي عقله طار هو ليف وقال انت بتعملي ايه؟ ولقط ان جين غرزت سيفها جوه جثته وبدات تداويه وتشفيه. جين قالت لليف تعويره غشيمه ولو سبتها شويه ودخلت في صدرك هتموت، وبالوصول انت مش ندمان على السواد اللي بعمله، بس انا ما اقدرش اسيب اي حد يتعور ويموت قدامي ودي هي اصولي ومبادئي. فليف قال لها انت بنت مغفله، انا كلامي واقفه وبسبب حته الحنيه الخايبه ديت جثتك هي اللي ممكن تموت وحتى الناس كلهم هيموتوا، وانت بالحركه ديت املك هيكون ضعيف في النجاه. وبطلنا طبعا كان ساكت وما نطقش باي كلمه وقال له افهمي الحكايه يا جين. بس ليف رجع لورا من الصدمه لان جين راحت داوت جثه بطلنا تانيه، وبطلنا وقف مستعجبه انت بتطلعي الشفاء ده منين؟ وانت بذاتك قلتي انك جليتي وما عادش عندك اي قوه غير لمره واحده. فجين قالت له الشرط علشان اطلع السيف هو طاقه جسمي، بس لو الطاقه بتجيب اخرها وتخلص بقدر استخدم قوتي الروحيه وحياتي علشان اشغله من تانيه. ليف وقف متنحه وقال ده كده بتنقذ الناس كلها وده هيشيل عليها تعب هي. فليف سالها انت ناويه تموتي يا بت ولا ايه؟ جين قالت له لو جثتي ماتت المأموريه بتاعتك انك تقبض عليا هتبوظ وتفلس وهترجع لاهلك افك يا امر عيشه. وليف سكت وما نطقش وقعد يفكر لمده طويله، وبعدها قال لها دي كانت خبطه جباره بجد، وقال للعساكر بتوعه اجمعوا يا عساكر المأموريه باظت ودي خساره لينا ومش ليف برجالته. دايرون وقف مبرق وبطلنا قال لجين انت بنت جباره وتملي العين، بس في الثانيه ديت جين جثتها هبطت وقعت على الارض. دايرون وبطلنا طروا عليها دغري وقالوا لها انت كويسه يا بت ولا ايه؟ فجين قالت لهم انا يا دوب كويسه بس جثتي عايزه تريح شويه وانا مبسوطه لان الناس كلهم في امان. دايرون استعجب من كلام البت وقعد يضحك وقال انت جثتك شدت حيلها وبقيت جباره، بس العيال اللي عاوزين يبقوا محاربين قعدوا يصرخوا ويقولوا هو ازاي تسيبوا الساحره العفشه ديت تمشي وهي اللي هجمت على اهالي البلد ولازم ولابد نطير رقبتها. دايرون وقف في وشهم وقال لهم انتوا ناس مغفلين لان انتوا بتمشوا ورا الهري والاشاعات الخيبه، لكنهم بيردوا عليه ان احنا لو قفشنا البت دي المكافاه بتاعت عيله جيرون الكبيره هتكون من نصيبنا. وانا مش عارف ليه ليف هرب، بس ده طريقه علشان اكبر ويبقى لي هيبه ويمكن كلام الساحره يطلع اشاعته، بس دي مش شغلانتي. ودخل بصدره قال لهم ده طريق الحق والاصول، وبس جه يعطيهم الضربه لا اهالي البلد كلهم واقفين حيطه سده وحموا جثه بطلنا وجينا. فالواد الفسفوس سالهم وقال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ناويين تقفوا في طريق وطريق الامبراطوريه ولا ايه؟ فالتاجر قال له ركبوا بتخبط في بعضها الحكايه دي تخص بلدتنا واحنا هنحل المعضله دي بنفسنا. الواد وقف ما نطقش وعسكري تاني مسك وقال له باين كده مشينا ورا كلام واشاعات ملهاش اي لازمه. وبطلنا ساعتها بياخد نفس طويل والتاجر بيكلمه وقال له هجيب لك الجوانتيات الغاليه ديت من تانيه. بطلنا بص له وضحك ومر زمان طويله. وعلى الجانب الاخر عند ليف العساكر سالوه وقالوا له لو ناويين على ايه دلوقتي وليه بنرجع لورا؟ الامر من جرفون كان سليم تماما، اقبض على جين يا يلف ولو عفرت معاك طير رقبتها وهات جثتها. فليف بقى قال لهم اسمعوا اصل المحارب انه يحمي اصوله ومبادئه، والبت دي دلوقتي بقت بت عندها بجد اصولها واكيد يعني مش هقتل واحده زي دي. بننتقل بعدها وبنشوف بطلنا وهو قاعد في الدرس. دايرون بيفهمه اصول وقواعد السيف العقليه وقال له في قواعد مهمه ولازم ولابد تمشي عليها، كل قاعده بتختلف حبه على حسب طبيعه السيف العقلي بتاعها. بس بطلنا كان دماغه ضرب ومش فاهم حاجه، فدايرون قعد يضحك وبدا يفهمه وقال له القاعده الاولى والاساسيه اياك تعمل حاجه ضد اصولك ومبادئك، دي اساسيات المحاربه ولازم تفضل مثبت على الكلام ده. بطلنا قعد يفكر حبه وسال دايرون وقال له طب لو عملت عكس كده ايه اللي هيجرى؟ فدايرون قال له اصولك هتتشد وده هيعور
بتعور المحاربة، والسواد والفساد اللي هيحصل بيختلف على حسب نوع القلب بتاع السيف العقلية، وفي أشد الحالات السيف بتاعك بيختفي. وبيقول له كمان إن جثتك ممكن تموت برضه، وأنا معرفش إيه الأذى بالظبط اللي ممكن يحصل لك. فأصحاب السيوف العقلية ما لهمش حيل غير إن هم يفضلوا قافشين على أصولهم ومبادئهم. وهنا بطلنا تذكر كلام الأستاذ قيت لما قال له أنا استخدمت قوتي اللي بتطلع من الغل والكراهية، وعلشان كده سيف العقل هيغور ويختفي. بطلنا دمه اتحرق وزعل بسرعة، ودايرون كمل كلامه وقال لبطلنا وعلى الجانب الآخر كل ما كانت أصولك ناشفة ومظبوطة كل ما السيف العقلي هيطلع قوة أكبر، وعلشان كده دي القاعدة الأساسية في اللعبة كلها. سيف الصفاء بتاعك يا بطلنا ما بيضربش الناس اللي قلبهم أبيض وطيبين. فبطلنا قال له فعلا أنا عارف الموضوع ده. فقال له ده أساسك بقى يا بطل، ولو عملت عكس المبادئ ديت لمرة واحدة السواد هيركب سيفك، فاقفل على الكلام ده جدا وافهمه. وهنا بطلنا سأله سؤال مهم وقال لدايرون إنه كده مالوش لازمة يلا ما دام السيف ما بيعورش الناس الطيبين. بس فجأة دايرون سكت شوية وما نطقش، وبص للولد وكان عاوز يقول له حاجة بس غير فكرته ثانية وقال له مش مهمة، المهم تفضل على مبادئك وكل حاجة هتبقى تمام. وقال في باله يلعن أبو كده كنت هقول له كلام مالوش لازمة، الواد ده مستحيل يعرف الحكاية ديت ويفهمها، ولازم ولابد يفضل ماشي ورا مبادئه خلاص. وفي اليوم اللي بعده بطلنا قال للتاجر أنا بالأصول كده مش شايف فرق بين الجوانتيات الجديدة ديت والقديمة. فالتاجر قال له الجلد ده طب ونظيفة. فبطلنا سأله قال له وإيه الفايدة بالظبط؟ فالتاجر قال له إنه ناشف ومش بيتقطع بسهولة، وعلى حسب هيبته وعلامة المكره بتقدر تبيعه ب4/4 ثمنه. وبطلنا كان باين عليه الهم والتعب. فالتاجر سأله قال له أنت تعبان كده ليه يا ولد؟ بطلنا قال له كان عندي درس بالليل مع دايرون امبارح لأن عاوز أشد حيلي وأبقى بطل بجد. ليف كان جبار وعنده قوة، ولولا البنت جين ما كنتش هعرف أحمي أي حد في البلد، أنا هبقى أشد وأقوى بكتير وهبقى بطل ويحمي الناس كلهم. فالتاجر بص له وأخد نفس طويل. بس هنا بطلنا سأل التاجر وقال له هو أنت ليه طلبت مني المعروف ده من الأول؟ ولما بفكر فيها دلوقتي الإشاعات اللي دايرة عن جين ما كانتش حاجة تخصك أو تخص أهالي البلد خالص. فالتاجر سأله وقال له أنا في الأول كنت عاوز ألقط الإشاعات ديت، وعمري ما ظنيت إن الحكاية هتكبر وتبقى بالكبر ده كله. البنت جين دي قعدت في البلد لحبة من الزمن وهي صغيرة وكانت بتستخبى، وعلشان كده ما كانتش بتندمج مع حد من الناس خالص. ودي هي بلدة ريكسون بتاعة البحر، وكل سنة العيال بيكون نفسهم يبقوا أبطال ويمروا على البلد ديت، وبسبب الليلة والحركة الكتير الكلام بيتلخبط بالسريع والإشاعات الخايبة بتوصل للبلد هنا. وفي يجي عشرات من الحكايات دي كل سنة بتحصل، وأنا بظن ما فيش أي بني آدم بيتولد محارب وجبار، وإننا نوري العيال الطريق المظبوط دي شيلة مسؤولية كبيرة، لأن العيال دول بيكبروا يبقوا رجالة ومحاربين، وحتى لو ما كانش لينا أثر طيب عليهم مستحيل يكون أثرنا عفش وخيبة. وبطلنا استعجب من كلام الراجل، والتاجر كمل وقال له دي اللي البلد عاوزاه، مطرح بيمر عليه عيال كتير عاوزين يبقوا محاربين، وده واجبنا وفخر أهالي البلد إننا نفهمهم الطريق قبل ما يروحوا للمعارك اللي بعدها. بطلنا اتبسط من كلام التاجر، وفي اللحظة دي المركب وصلت وبطلنا عينه برقت. التاجر قال له باين كده المركب ناوي يتوكل على الله ويمشي. اللقطة جابت إن التاجر لقط حاجة وقال لبطلنا الجماعة بتوعك وصلوا، وبطلنا كان مبسوط جدا. ولقطنا جين وهي واصلة، الواد الصغير ابن التاجر قال لجين تسلم ايدك وشكرا على كل حاجة عملتيها. البت طبطبت على دماغه بالحنية. جين بعدها كانت بتتكلم مع دايرون، لكن اللقطة ساعتها بتاخدنا لجين وهي كانت بتتكلم مع دايرون في الليلة اللي قبلها، وقالت له ان هي كمان نفسها تدخل امتحان المحاربين زي بطلنا. ودايرون كان قلقان على جين شوية، بس جين فهمته وقالت له حتى لو كان سيف بطلنا العقلي ما جاش في جثتي وما عورنيش، السواد اللي عملته زمان مستحيل الناس تنساه، وانا عاوزة الاقي طريقة اكفر بيها عن ذنوبي واللعوب اللي كنت بعملها. سيف بطلنا العقلي جبار وعنده عافية، بس على حسب اللي جوه دماغه وقلب الولد ممكن يقلب ويبقى فيه هلكة. ومادام بطلنا وقف معايا واعطاني حتة مساعدة انا عاوزة اخد بايده للطريق المظبوط زي ما انت عملت معايا زمان يا دايرون. دايرون سكت وما لطقش بعد كلام جينا، ولقى انها بتتمنى من قلبها ان الولد ده ما يشوفش السواد والويل اللي هي شافته زمان، وقالت في بالها مادام دي نيتك واصلك يبقى الحكاية خلاص تمام، لان جين طول عمرها بتاعت اصول وبتملي العينة. قال لها تمام يا جينا امشي زي ما انت عايزة وده احساسك اللي بيوديك. بس جين قطعت الكلام وقالت له ما تقلقش خالص، المرة دي انا مش ههرب خالص. وهنا دايرون عيونه دمعتها، ودي كانت المرة الاولى من يوم ما رجعت البلد دي اللي تضحك فيها من قلبها وبالنظافة ديت. بس قال لها اسمها يا جينا واقفلي دماغك على اللي هقوله، لو الليلة اتضايقت ليكي وبقيتي غشيمة وتقيلة مفيش عيب لو هربتي. وفي الثانية دي المركب يتوكل على الله ومشى، وبطلنا وجين ركبوا وبدأوا السفرية الجديدة بتاعتهم. الوجهة هم عارفينها بالظبط، المكان اللي ولا بد اي محارب يمر عليه، العاصمة والسهول الملكية. وهنا بنشوف جدرة وعسكري من بتوعها
قال الملاعب والترتيبات كلها خلاص خلصت. فالراجل بدأ يمشي ونزل سلم طويل وعريض لحد ما وصل لسرداب تحت الارض واتفكت ببوابه كبيره. جدران قعد يقول ما بقاش فاضل وقت كتير يا نسا، وخبط بايده على حته لوح ازازه ولقينا جوه الازاز ده راس الولد قايده، وقعد يقول ما بقاش فاضل وقت خالص. الغل والكره وكمان العصبيه دلوقتي بقينا في العاصمه في مكان بيقولوا عليه بيجي فيلد، ودغري جوه حته خماره. المكان كان هادي وزي الفل، وفجاه بيخش كام راجل وقالوا يا بنت يا شغال احنا عاوزين ازازه خمر محترمه. الراجل ده اسمه هيكتور، والناس بدات تتشوشر وتقول ده الواد الحرامي المطلوب في حكايه سرقه وقتل يجي 20 نفر. فالشغاله قالت له الخمره وصلت وموجوده، بس اعشاب الشفاء الناس خلصوها واخدوا اللي في الدكان كله. شاورت بايديها على المكان وقالت لهيكتور الناس اللي قاعده هناك ديت هي اللي اخدت كل الاعشاب، وورونا شخصيه جديده في الصوره. فهيكتور دخل بصدره وقال احنا محتاجين الاعشاب ديت بسرعه، واكيد تمن الاعشاب ده مش غالي خالص. الراجل قام من مكانه ووقف في وجه هيكتور دغري، وهيكتور ركبه خبطت في بعض وقال انا مش عاوز اعمل ملاعيب معاك وما تعملش فيها جامد وهات الاعشاب واخلص يلا. بس الراجل قعد يعد الدكتور ويقول له العشب ده بتاع التعوير والقطع، ودي بتاعه الحرق، ودي للسموم، ودي علشان تضيع الهم والهدد. هيكتور وعساكره وقفوا متنحين، وبين كده الراجل ده مع كل صنف ولون. بس الراجل بص لهيكتور بجد وقال له ما تحطش سيفك في وش نفر تاني، الحكايه بتعمل غضب ورعب، انا هعطيك محفظتي بس سيب جثتي تعيش. الراجل ده طلع جبار بمعنى الكلمه، وهيكتور قعد يقلب في الشنطه وقال له دي فيها اعشاب بجد. الواد قال انا بكره جثتي تتعور، وبدا يضحك عليه وقال انت بني ادم خايب وضعيف. بس في التكه دي الراجل خبط واحد من العساكر بتوعه، وهيكتور ساله وقال له انت ناوي تبدا خناقه معانا ولا ايه؟ لكن عقله بيطير لانه بيلاقي الراجل ده هو كمان عنده سيف عقلي، وقال معلش يمكن اكون جبار شويه بس لسه اسمي بيتكتب في خانه المحاربين. وده كان اسمه كورجاكا، عنده 24 سنه وبيتمنى يبقى محارب، واحنا هنقول له يا راندي وخلاص. نرجع بقى لبطلنا اللي وصل العاصمه بالسلامه، وكان مبرق في المباني الطويله والعريضه، وفجاه ظهر له بني ادم وقال له باين على جثتك كده لسه جديده في المكان ده. بطلنا اتخض وساله انت مين يا عم انت؟ الراجل ده كان بيحاول يبيع حته ايس كريم، وبطلنا وقف شويه وكان شاكك هل يفتح النفس على البتاعه ديت ولا ايه، وكان خلاص هيطلب 2. بس جين وقفته وقالت له انت لسه طافح وواكله، وطفح الايس كريم بعد الاكل هيعلي السكر في الدم وهيجيب لك امراض مزمنه. بس الراجل رد وقال لها السكر بتاعي ده سكر رجيم، وبالذات للناس اللي بيحبوا ان هم يخسوا شويه. جين فكرت شويه والراجل اكل دماغها واقنعها، وهي وبطلنا دقوا الايس كريم وعجبهم جدا. بطلنا قال العاصمه دي بالفعل جباره وانا هنا هبقى محارب بجد. جين بصت لبطلنا بالمظبوط وسالته وقالت له هو انت ليه عاوز تبقى محارب اصلا؟ لان لما بفكر فيها انا عمري ما سالت نفسي هو انا ليه عاوز ابقى محاربه. بطلنا بدا يحكي لها زمان وقال لها لما الشياطين دخلوا البلد بتاعتنا ودمروا كل حاجه كنت انا الشخص الوحيد اللي هرب من البلده بتاعتي، وكنت خلاص رميت طوبتي وظنيت انها النحيه لحد ما قابلت شخص كان قيته انقذني من الهلكه، ومن بعد اللقطه دي قفلت في دماغي ان هكون محارب انا كمان، شخص يحمي الناس اللي يعوزهم. وجين كانت مبسوطه بالكلام ده من الولد وبس مش حبه. جين سالت بطلنا وقالت له انت قلت قيته؟ قال لها ايوه. جين عيونها برقت واستعجبت وسالت له انت بتقصد محارب الغل والكره؟ قال لها ايوه وفي ايه؟ فجين قالت له ازاي بس ده واحد من السيوف ال10 بتوع الملكه. بطلنا عقله طار وسال جين وقال لها وايه هم السيوف ال10 بتوع الملك دولت اصلا؟ فجين قالت له دولت ناس الملك بينقيهم اقوى 10 محاربين في الامبراطوريه كلها، ومش يا دوب محاربين وبس، دول ابطال وليهم هيبه بجد وعندهم كلمه ونفوذ في السياسه والجيش، وهم صفوه الصفوه في الامبراطوريه. وحتى الراجل اللي خبطنا معاه زمان واللي هو ليف ده عسكري شغال عند جيرفورد. وبطلنا واقف متنح من الكلام والمعلومات اللي بتقولها جين، وقال في الاخر قايد ده كان شخص جبار بس لقط حاجه مهمه ان ابو جين هو كمان واحد من المحاربين ال10 بتوع الامبراطوريه. جين كانت زعلانه ان الولد بيقول عليها الكلمه ديت، وقالت له ده ما ينفعش يتقال عليا ابويا اصلا. ولما فقت وفتحت عيونها كان جين غار ومشى وما عرفش ايه اللي جرى لجثته بعد كده، ولازم ولابد اعرف طريق جيه. جين بصت لبطلنا وقالت له علشان تبقى محارب لازم تعدي الامتحان، واحنا دلوقتي وصلنا للمكان اللي فيه امتحان المحاربين ساحه العاصمه. بطلنا كان الرعب راكبه وكل الناس دولت واقفين علشان يتفرجوا على الامتحان. يا مرحبا بكل الناس اللي عاوزين يبقوا محاربين، انا اللي هشرف على امتحان المحاربين ده. انا محارب القواعد والاصول رول روجاندا. القواعد هي اللي بتجيب العافيه والنفوذ، ولو الاغلبيه تبصم على القواعد الامتحان هيبدا دلوقتي. رول مسك سيف طالع له للسماء وغرزه في الارض وقال لك قاعده اول امتحان هي اللي هيسحب السيف ده من مطرحه ويطلعه هيكون عدى المرحله الاولى. بس في
في ناس قطعت الكلام وقالوا ايه التعب ده امتحان عافيه وشد حبل يعني وليا، انا هسحبه واكون اول واحد يعدي. رول بصت له وما نطقتش، والواد دخل بصدره ومسك السيف وقعد يعمل عافيه ويشد بالغباوه، والسيف مش بيتحرك من مكانه، وقعد يقول يلعن ابو كده، ده مش بيتهز، انا عندي قوه في ايدي تشيل جبال، طب ليه مش عارف احركه؟ بس رول كملت كلامها وقالت القاعده الثانيه هي لما اي حد يلمس السيف ده مقام الشخص ده كمحارب بيظهر في دماغها على طول، ودي هي القاعده الكبيره، لو لمست السيف انا اللي احكم عليك اذا كنت لايق تبقى محارب ولا لا، وعلشان كده يا غول يا كبير الاحسن تظبط معاك المره ديت، ولو شفت ان جسمك ده لايق كمحاربين هتعرف تسحب السيف، واعتبروها يعني مقابله سريعه بينا، ويلا بقى اللي عليه الدور يتقدم. الكل جرى علشان يحاول يسحب السيف، وبطلنا سأل جين وقال لها هنعمل ايه دلوقتي؟ فجين قالت له هنقف نتفرج لحبه من الزمن، والخساره التانيه بانت وظهرت، وده شخص احنا عارفينه كويس، مش حد تاني غير الولد لاندي، والراحل كمان موجود في امتحان المحاربين كور جين. وراندلي بقى كان مستني كلمه رول، وقالت له بامانه انت شخص مالكش لازمه وقلبك خايب جدا. فراندي سالها وقال لها وانا سقطت ليه اصلا؟ فرول فكرت وقالت له انت عندك سيف عقلي، شخص في خانه المبتدئين وعنده سيف عقلي، ده معناه انك من الصفوه والكبار، بس مع ذلك انت سقطت في الامتحان، وظني ان العيال المبتدئه لسه ما يعرفوش الحكايه. راندلي دمه اتحرق وقال لها انا عندي سيفه، وفي حاجه مضايقاكي في الليله ديت ولا ايه؟ فرول قالت له ما دام الحكايه كده حاول تقطع التفاحه ديت بسيفك العقلي، ورمت له التفاحه. راندلي جهز نفسه وطلع السيف العقلي بتاعه، وجين وبطلنا وقفوا مبرقين. راندلي عمل حركته بس التفاحه فضلت سليمه وزي ما هي. بطلنا وقف مستعجب وكمان رول، وقالت له السيف اللي معاك ده سيف مالوش وجود، ده سيف جبان جدا، وبسبب السيف ده انت هتسقط في الامتحان. الناس قعدوا يصرخوا ويقولوا ده ظلم، وعلى كده هي بتنقي اللي يجي على هواها وما بتسالش في حد فينا، وما ينفعش نراجع كلامها، وازاي ده يتقال عليه اصلا مقابله، ومش ده يعتبر فساد في اللعبه ولا ايه؟ الناس كلهم قعدوا يزعقوا في وجه رول ويقولوا ده مش حقه، وازاي نثق في كلامك، وطلبوا تقييم مظبوطه. وهنا دخل الولد بتاع اول حكايه وقال انا ما اقبلش بالقواعد ديت، المحارب ده عافيه وهيبه، ومع ذلك حته بنت زي كده تحكم علي انا، واضطر دغري علشان يخلص على رول، بس هي بحركه من صباحها اعطت له ضربه غشيمه جدا في وشه طيرته في السماء. رول بدات تتكلم وتقول لهم هفهمكم دلوقتي القاعده رقم 3، اي قتال من العيال ديت للي بيمتحنهم ممنوع خالص وامره قطع، والضربه اللي اخدها على وشه ديت يدوب حته جزاء لانه هو كسر القواعد ديت. والكل وقف من الرعب وركبهم بدات تخبط في بعضها، بس في الثانيه اللي بعدها بيظهر شخص جديد وقعد يقول اللعبه ديت خايبه جدا، بس الشرط خايب بزياده، وقاعدين تندبوا حظكم وتصرخوا من الظلم، ويدوب لان جثتكم مش قادره تبص على النتيجه وترضى بيها. وهو انتوا كنتوا هتعيطوا وتقولوا ظلم لو طلع عليكم عدو وعمل معاكم الجليشه ولا ايه؟ هي ديت الاصول الرجوليه اللي ناويين تقابلوا بيها الملاعيب. وقام ماسك السيف بتاع الامتحان وسحبه من مطرحه بكل سهوله، وقال بقى زي ما انتوا شفتوا كده التحدي ده سهل جدا، وده معناه ان لازم جسمكم يكون شبعان علامه وتدريب، ويكون عندكم يقين في نفسكم ان انتوا هتعملوا كده، ودي يبقى بقى الواد المرشح لخانه المحاربين إندار. رول بدات تتكلم وقالت كل شخص فيكم ليه 10 نقاط، ويقدر يعمل في الاخر 40 نقطه، والنجاح والعبور بيبدا من 30. وظني الكلام ده واصل ومفصل ليكم على الاخره، وزياده على كل ده انا محاربه القواعد والاصل. هو انتم بجد بتظنوا ان ممكن اعمل حاجه ليها فساد للعبه ولا ايه؟ باقي الناس كتم ومحدش نطق فيهم. ورول قالت ما دام الحكايه كده ومفيش عطله اتوكلوا على الله وابداوا الامتحان. وعدى زمن طويل وعريض جدا، ولحد ما جه الدور على جينا، وعدت واجتازت الليله بسهوله. الناس قعدوا يتشوشروا عليها ويقولوا دي في الاخر بنت اصوله من عيله جارفون الكبار. بطلنا قال لجين جسمك جبار وبيملى العين، وهي شكرته وقالت له ما تشيلش هم، انت كمان اقوى بكتير وهتعدي. وبطلنا قال لها فعلا العيال المرشحين ركبهم كانت بتخبط في بعض، يا ترى مين هيكسب ومين هيخسر. ولكن هنا يا اصدقائي بينتهي الموسم الاول من حكايه ملك السيف الذهبي. فيا ترى بقى بطلنا هيعمل ايه؟ ويا ترى هيتمكن من ان هو يعدي الاختبار ده اللي هنعرفه يا اصدقائي في الاجزاء القادمه. استنونا في الجزء القادم من حكايه ملك السيف العقلي، وما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ترزعنا باللايك والاشتراك الرهيب، وتدعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم بالنسل القريب. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.